ناس معينه في وقت معين لما بيكبروا يبقوا مزنوقين في حته انه انا اتربيت تربيه مش كويسه فانا هعيش عقليه الضحيه او عقليه انه انا خلاص انا ضحيه مجتمع ضحيه اسره شوف ايه. بس انا عندي دايما حاجه دايما بقولها حتى من زمان جدا انه وانس ما بنكبر احنا بنربي نفسنا من اول وجديد. السلام عليكم. في الحلقات اللي فاتت في مايند كاست كنا بنحاول ندور على احسن مايند سيت في مجال البيزنس عموما، فاستضفنا في الحلقه الاولى دكتور عمرو اتكلم معانا عن البيزنس وقد ايه المايند سيت بتفرق كعقليه موظف وكعقليه صاحب اعمال. وفي الحلقه الثانيه ابتدينا ان احنا نتكلم على دور المؤسسات التعليميه مع استاذ عبد الرحمن ونفهم اكتر علاقه المؤسسات التعليميه والطفوله في المايند سيت وازاي بتفرق لما الواحد بيكبر. في الحلقه دي كنا لازم ناخد الموضوع بشكل هرمي، فابتدينا ان احنا ندور على مين احسن حد احنا عارفينه في العلاقات، فمش لاقيين احسن من سلمى ابو زيد. شكرا جدا، منوره الحلقه جدا. هي ريليشن شيب كوتش وكمان مستشاره اسريه، واشتغلت مع كيسز كتيره جدا. الصراحه لما كنت بدردش انا وهي في مره عجبني جدا طريقه تفكيرها وعجبني جدا الطرح اللي هي بتطرحه، وحبينا النهارده ان احنا نستضيفها معانا في مايند كاست ونفهم اكتر عن دور العلاقات في تكوين العقليات في بالنسبه للموظفين او بالنسبه لرواد الاعمال. سلمى اهلا بيكي. حابب بس في البدايه كده نعرف الاول مين سلمى، نعرف جمهورنا مين سلمى ونكمل بعد كده. اسمي سلمى ابو زيد، شغاله في مجال العلاقات بقالي تقريبا حوالي 5-6 سنين. هو الموضوع بدأ من زمان قوي من وانا صغيره، بس كان في العلاقات والتربيه في نفس الوقت يعني، بس الشغل الفعلي كان من بعد التخرج حاجه بسيطه يعني. فبس باختصار شديد. هو ازاي انت صغيره في نفس الوقت انا عارف ان انت مش عارفه صغيره في نفس الوقت كبيره. ازاي انت صغيره في نفس الوقت ريليشن شيب كوتش؟ عشان انا من وانا صغيره شويه ركزت في مجال التربيه تحديدا مش العلاقات. فحسيت ان الموضوع بيبدا من هنا يعني. كنت يعني مثلا وانا طفله بجد كنت بحس انه اشمعنى الطفل ده بيتعامل بطريقه معينه مع الناس والطفل ده بيتعامل بطريقه معينه مع الناس وهكذا. فحسيت ان الموضوع فيه عمق كده. فكان بيجي برامج انا التربيه كطفله المفروض بتتربى، انا اللي كنت بتفرج على برامج دي. فحسيت ان المجال ده عجبني جدا. قعدت اقرا فيه كتير قوي في موضوع علم النفس عارفه ايه، بس كنت صغيره يعني. لحد ما فعلا ركزت فيه قوي لحد تقريبا دخلت الجامعه. انا خريجه اداب علم اجتماع، فحسيت ان المفروض ابدا بالعلاقات الاول يعني. حسيت انه عشان الطفل يكون سوي فالعلاقه لازم تكون سويه، لانه عارف فكره البيضه الاول ولا الفرخه والكلام. فبس فركزت في العلاقات مبدئيا الاول يعني، وبس من ساعتها بقى وانا مركزه في الموضوع من ايام الجامعه يعني. وده يدل على مدى العقليه اللي احنا برضو مستضيفينها النهارده يعني. اتمنى في كل حلقه كنا بنحاول نجيب عقليه مختلفه يعني. مش شرط ان احنا نجيب بيج نيمز في مجالاتهم، احنا ممكن نجيب عقليه مختلفه في المجال ده، وعقليه ليها تاثير بالفعل وليها يعني الناس اللي بيحبوها وشايفينها ان هي ناجحه في المجال ده. فانا مبسوط جدا ان انت معانا في الحلقه النهارده، وحابب ان احنا نفتح مواضيع كتيره جدا خاصه بالعلاقات. يلا بينا سلمى. قبل ما نخش في المحاور الخاصه بالبرنامج بتاعنا، خليني اسالك، هل العلاقات هي اللي بتبني المايند سيت ولا المايند سيت هي اللي بتجذب نوع معين من العلاقات؟ المايند سيت هي اللي بتجذب نوع معين من العلاقات، وده بيبدا من زمان. يعني عارف الكليشيه بتاع انه انا ليه دايما بجذب الناس التوكسيك. هو انا اللي بروح له، انا اللي بنجذب ليهم، لان في صوره ذهنيه معينه بتبقى متكونه اصلا من الطفوله، قصه كده طويله حزينه يعني. بس طبعا ده بيتغير يعني، الانسان يقدر يغير ده. هي العكس يعني. تمام. يعني احنا كده نقدر نفهم ان العلاقات مش بس قايمه على العلاقات واحنا كبار، لا هي العلاقات قايمه من واحنا صغيرين خالص، من واحنا اطفال. مظبوط. طيب. وانت بقى مع الاكسبيرينس يعني، انت برضو يعني الاثنين بيصبوا في بعض برضو يعني. بعد فتره ما تدخل في علاقات انت برضو عقليتك بتتشكل بطريقه معينه، بس على حسب وعيك بقى، حسب درجه وعيك وعلى حسب انت هتروح فين يعني. هتتسحل مع الفكره دي، وطبعا انت كده هتتاثر، مفيش حد ما بيتاثرش، بس هتتسحل معاها للدرجه دي وتقع لها، ولا هتبقى بتحاول توازن يعني. حلو جدا. طيب خلينا نبدا الاول العلاقات من واحنا صغيرين، من الطفوله، اللي هي تقريبا نقدر نقول هي العلاقه بتاعه الاهل والتربيه ومدى تاثير الاهل والتربيه على عقليه الطفل. واحنا كنا ناقشنا فيها الحلقه اللي فاتت، بس انا حابب ان انا اسمعها من وجهه نظرك انت. يعني هي عارف اللي هو هي دي البذره الاولى في كل حاجه. بس برضو يعني احنا بنقول ماشي ان العلاقات بتبدا من فكره الطفوله، ان طبعا الطفل بيبقى اول حاجه بالنسبه له الاب والام يعني، هم دول
الحاجه اللي هي بتكون كل حاجه عند بس الفكره برضو انه يعني في ناس معينه في وقت معين لما بيكبروا يبقوا مزنوقين في حته انه انا اتربيت تربيه مش كويسه فانا هعيش عقليه الضحيه او عقليه انه انا خلاص انا ضحيه مجتمع ضحيه اسره مش ايه. بس انا عندي دايما حاجه دايما بقولها حتى من زمان جدا انه وانس ما بنكبر احنا بنربي نفسنا من اول وجديد. طبعا الموضوع ده بيأثر جدا في الطفل بس في الاول وفي الاخر انت بعد ما كبرت انت مسؤول عن نفسك بقى. فالموضوع بيبقى صعب ان هو يربي نفسه من اول وجديد ويعالج تروماته بقى والحاجات دي كلها بس في الاول وفي الاخر لا هو مسؤول عن نفسه. يعني احنا كده هو انا العلاقات ما بيني وما بين اهلي وانا صغير بتاثر عليا بس وانا كبير بربي نفسي. بس في حاجات بتاثر عليا وانا طفل زي مثلا هل اهلي كانوا بيحتووني ولا مش بيحتووني؟ هل هم كانوا دايما بيخلوني دايما ملام ولا مش ملام؟ ده سؤال مهم جدا وده بيأثر لان في عقليات احنا قابلناها كتير جدا كموظفين كاصحاب بزنس اللي هو عنده مشكله كبيره بسبب الموضوع ده اللي هو طول الوقت عاوز يرضيك خايف ان هو يبقى ملام او العكس ان هو اهله كانوا بيحتووه زياده عن اللزوم فهو بقى بيتعامل معاك ان انا لا انت المفروض تطبطب عليا. دي النقطه الثانيه انا افتكرت حاجه هنا عارف اللي هو مسلسل اللي انا عايش في جلباب ابي كان في كوميك كده اللي هو كان دايما بابا بيفضل يقول له اسكت 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 بعد كده في الاخر يقول له انت ما بقتش بتتكلم معانا ليه في الوقت هتكلم معاكم ليه انت بقالك من وانا صغير لحد ما كبرت بتقول لي اسكت يعني. فهي نفس الفكره بالظبط فانا هتكلم ازاي ما انا ما اتعودتش على ده. الاهل بيعودوا اطفالهم على حاجه معينه ودي حاجه على فكره نقطه مهمه جدا بس احنا كده دخلنا في حته التربيه اكتر يعني ان حته التواصل تحديدا مع الاطفال بتبني تواصلهم برضو قدام. بس فاللي هو في اهالي بتشتكي من تواصل ولادها هم اصلا ما بنوش ده معاهم فهيعملوها ازاي؟ ما هو انتوا اصلا يعني عارف اللي هو هم البذره بتاعت الثقه من البدايه هم انت يعني الطفل بيكتسب منك كل حاجه بيكتسب منك الثقه بيكتسب منك التواصل بيكتسب منك طريقه التعامل الحاجات دي كلها. في حاجات فيها جينات بس في الاول وفي الاخر مش كل حاجه فيها جينات يعني في حاجات تانية بتكتسب. ففي الاول في الاخر هم بعد كده بيلوموا الابن لما بيكبر ان هو بيتعامل بطريقه معينه بس انتوا اللي عملتوا ده يعني انتوا اللي بداتوا ده من البدايه وللاسف ده برضو ممكن يسبب في باقي علاقاته اللي هو مش واخد باله المفروض ان هو يحسنها يعني وهكذا. كنت بقول لك النقطه الثانيه بس انت ذكرتيها اللي هي مشاعرك مهمه ولا مش مهمه؟ رايك مهم ولا مش مهم؟ فانت اتكلمتي عليها بالفعل. دلوقتي في اطفال كتير يعني عارف اللي هو اللعب اللي هي بتاعه الكروت اللي هي عشان الطفل يقدر يعبر عن مشاعره. هو زمان ما كانش فيه مشاعر بقى زمان مفيش حاجه اسمها ان احنا نحترم مشاعر الطفل. فدي طبعا حاجه مهمه بس دي بقى مش بس مهمه في العلاقات اللي هي ما بين الاب والام وكده لا هي هتصب في العلاقه العاطفيه هتصب على العلاقات اللي هي الصداقه وعلاقات الشغل وفي كل حاجه. خلينا نسير الجدل معاك شويه. ماشي. على النقيض دلوقتي بقى في مراعاه للمشاعر اوفر عشان الناس ما عندهاش توازن يعني هم عارف الناس اللي بتشتم برضو في حته التربيه الايجابيه هم ما بيستخدموهاش صح. التربيه الايجابيه اصلا هي نفس التربيه الاسلاميه اصلا ان احنا بنراعي مشاعر الطفل بس في حزم ما بنسيبش زي الامور كده. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هم فاهمين ان التربيه الايجابيه دي ان انا اسيب الطفل يعمل اللي هو عايزه مش حاجه اسمها كده لان الطفل في الاول وفي الاخر هو في وقت معين ما كونش منطق فهسيبه يعمل اللي هو عايزه هيولع في البيت هو كده تمام. أيوه. احنا كده اوكي ما انا عايزه احط المسمار في الكهرباء طب فاهم الفكره؟ نفس الفكره بقى في التواصل. انا لو ما ركزتش ان ماشي انا براعي شعور الطفل ان انا اخليه يعبر عن مشاعره ان هو عايز يعيط هسيبه يعيط بس برضو ما خليهوش عيوطه ما طلعوش عارف اللي هو سميك سيد القماص فاهم الفكره؟ فمش هينفع نعمله كده. لا احنا في حته معينه لازم نتعلمها انه في حزم في اوقات معينه هتعيط بس هتعيط وهتستمر مش عارف اللي هو رغم فقدان الشغف مش هتستمر لان انا حاولت ان انا لا هتسيبك تعيط عادي انك لازم تعبر عن مشاعرك بس في الاول في الاخر لو انت عندك مسؤوليه معينه انت هتعملها انت في حاجه معينه مثلا المفروض تعملها انت بوظت حاجه انت هتصلحها بس طبعا في حاجه في امكانيات الطفل مش قهرا يعني. أيوه. فده كله بيشكل في المايند سيت بتاعت العلاقه بقى انه انا ابقى مسؤول عن تصرفاتي ما بقاش الضحيه بقى طول الوقت ما بقاش بلوم البارتنر مثلا او المجتمع او ايا كان انه هو انا ضحيه انا ما عنديش كل الحق انتوا السبب انتوا ركلتوا الجبن فاهم. فهي الحته دي يعني الحته دي مهمه جدا جدا ان بنراعي المشاعر بس لا في تربيه ما احنا اول حاجه بنعمل ايه بنخلفه خلاص ونراعي مشاعره لا اكيد لا بالظبط. انا واحد مثلا من الناس انا اب يعني وعندي اطفال انا بحس ان موضوع التربيه الايجابيه هو فعلا واخد منحنى خطا مش عشان هو علشان خاطر استخدامه بالظبط زي اي حاجه زي اي حاجه يعني الواحد بيشرب قهوه 10 كوبايات قهوه في اليوم يعني تشرب كوبايه كوبايتين بالظبط. على النقيض بقى لو اتكلمنا على علاقه ما بين اب وام كده وطفل بس علاقه ايجابيه اكتر
زي مثلا الاب والام اللي بيقدروا يزرعوا الثقه بالنفس جوه الطفل، ده بيؤدي قد ايه ان هو ياثر عليه في المستقبل كموظف او كرائد اعمال. انا هستوقفني بس حاجه، ان هي كلمه ثقه بالنفس ما بحبش استخدمها قوي، بحب استخدم فكره تقدير الذات. لان الثقه بالنفس على حد علمي، عشان بس ما بقاش بفتي ان هي حاجه مؤقته. يعني انت مثلا ممكن تبقى عامل شغلانه النهارده حلو قوي، فانت دلوقتي حاسس انك واثق في نفسك جدا، بس بكره انت مثلا خيشت، فحاسس ان انت النهارده مش افضل حاجه، فهتبقى الثقه بالنفس عماله تعمل كده. لكن تقدير الذات انا شايفاه ان هو المفروض حاجه اعمق. انت حتى وانت غلطان بتقدر نفسك، ما بتجلدش نفسك، الحاجات دي. فدي المفروض برضو ان الاب والام بيشتغلوا عليها مع الطفل، لانه فكره بقى ان هم ما يوجهوش ليه لوم في الغلطات، لانه كده كده الطفل هيغلط. فكره ان هم ما يشيلوش حاجه هو مش فاهمها، يعني عارف لو هو كده مش فاهم، هو طفل، لكن انتوا كلكم فاهمين. فاهم الفكره؟ فكره ان هم زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، ان هم يقدروا مشاعره مثلا، فكره ان هم يساعدوه اصلا يقدر مشاعره ويعبر عنها والكلام ده كله، او ان هو لما يغلط هيبص لنفسه ازاي، لان في اهالي بيحبوا فعلا ان الطفل يجلد نفسه، هم فاهمين كده ان هو بيتعلم. فكره الندم او فكره ان هو يحس بغلطه دي حاجه، وان هو يكره نفسه عشان عمل الحاجه الغلط دي، او يحس ان هو بيتحب او بيتكره عشان عمل الحاجه دي حاجه تانية خالص. فالحته دي بقى هي اللي بتصب قدام، نقدر نقولها ان هي مدى التقدير او اللوم. يعني هما بيقولوها انه حب مشروط وغير مشروط، بس هو اصلا مفيش حاجه اسمها حب غير مشروط بجد. يعني حتى في العلاقه ما بين الاب والام والطفل، الام والطفل العلاقه مشروطه بايه؟ بالحنان. في الاول والاخر مثلا الام بتحب ابنها حب مش طبيعي، بس في الاول والاخر هي بتستمد منه فكره الامومه، هو ده شرط. الطفل بيحب امه جدا جدا، بس هو بيستمد منه ايه؟ دليل على ذلك لما هما الاثنين بقى بيكبروا ساعتها المشاعر بتتغير على حسب بقى بتتغير او بتتطور يعني. فاهم الفكره؟ بس هو ما فيش حاجه اسمها حب غير مشروط، لا في علاقه عاطفيه ولا في امومه ولا في اي حاجه. او انت كده حتى لو ما بتستناش حاجه ماديه او واضحه، انت بتحس بامتنان. يعني في حد بيحبك ده انت حاسس بالامتنان، فاهم الفكره؟ فالجمله دي اصلا كلها على بعضها غلط وهي منتشره. انا عايزه حد يحبني حب غير مشروط، ما فيش حاجه اسمها كده. فالفكره برضه في حد قبل كده بيقول لي كان في يعني كانوا بيلعبوا لعبه في الشركه كده، ايه المواصفات اللي انت عاوزها في شركه حياتك؟ فكان في حد بيقول ان هو ما يتغيرش بعد الجواز. قلت خلاص ما تغيريش. تمثال نسيت اسكندريه. قلت لها خلاص ما تغيريش. ايوه. قالت لي افصلي. قلت لها ايوه انت عاوزاه مش يتغير، انت ما تغيريش. في تغيير عن تغيير يفرق. في تغيير اكستريم اللي هو انا واخده حد كويس متدين مش عارفه ايه، فجاه الاقيه بار مثلا بجد يعني. وفي تغيير اللي هو التطور، حقيقه بنتطور كلنا، فطبيعي كلنا بلا استثناء، فطبيعي هيحصل تغيرات. في تغيرات بتؤدي للطلاق على فكره، يعني ما هو طبيعي ان احنا بنتطور، فاحنا بنمشي في الموضوع وبندعي ربنا يكرمنا وبناخد بالاسباب، لكن كده نتغير طبيعي يعني. بس فانا بتكلم بقى في النقطه بتاعه تقدير الذات دي. الاب والام بيزرعوها طبعا وكل الحاجات دي، ودي فعلا بتصب قدام، بس احنا هنا لو تعمقنا فيها قوي هنبقى نتعمق في موضوع تربوي بحت. لكن قصدي ان هي فعلا بتتزرع في الطفوله، بتاثر طبعا في كل العلاقات، منها البيزنس. لان انت في البيزنس مثلا لو ما عندكش تقدير ذات لنفسك، انت يعني بص، عارف المدير القاسي الجلاد او العكس، المدير اللي مستني الناس كلها بتثني عليه وبتقول ان هو اجمل حد في الحياه وهكذا. فلا الموضوع ده كبير بقى جدا. وخد بالك يعني من اكتر الكيسز اللي بتجيلي اصلا ان حد يبقى عنده مشكله في السلف استيم بتاعه، هو تقدير الذات يعني، وهو كبير. وهو كبير وحد مثلا ممكن يبقى عنده شغله ومش عارف ايه، كلنا ممكن نمر بده. بس الفكره يعني الخبر اللذيذ ان الموضوع ده الحمد لله بيتصلح مش بيتعالج بس بيتصلح. طب لو حابين ندي حاجه ايجابيه في نهايه موضوع الطفوله، في نهايه محور الطفوله اللي احنا بنتكلم فيه بالنسبه للناس حاجه كده، بس مش عاوزها يعني للاب، يعني ممكن تبقى الاب والام برضه، بس انا عاوزها للناس الكبار اللي اوريدي عشان خاطر المايند سيت بتاعتهم، زي ما قلت من شويه، سواء موظفين او زي ما قلت من شويه. هو لو هنفضل باصين لانه احنا اتربينا ازاي، طبعا على فكره اهالينا ممكن يكونوا بذلوا مجهود كبير جدا جدا، بس هم ما كانش عندهم الثقافه الكافيه ان هم يطلعونا بطريقه معينه. زي دلوقتي مثلا الناس بتجتهد جدا، بس برضه ممكن يعملوا غلطات. البارنتنج كوتش ممكن يعمل غلطه شنيعه، احنا بشر، فاهم؟ فالفكره انه زي ما قلت، وانس ما انت خلاص كبرت بقيت شخص بالغ، فانت بقيت يعني ايه، بتربي نفسك من اول جديد. بتحط يعني عارف بتربي عقليه تانية وبتربي معتقدات جديده. الموضوع بياخد وقت، بياخد مجهود وصعب صعب. بس لو قعدنا عارف ملوما محصورا اللي هو بتبكي على اللبن المسكوب، مش يعني
محدش غلطان غيرك. نطلع بهيدلاينز كده، هيدلاين قصدي لا تقسو على نفسك وارضى باللي فات وابني عليه. ما في الندم على اللي فات اصلا ما يفيدش، مش هيتعرف. في نفس الوقت انت عندك مشكله هي بتتصلح، ما فيش حاجه اسمها اخسرت طلعت كده، لا ما فيش حاجه اسمها طلعت كده. ما احنا موجودين في الدنيا ليه؟ هي دار ابتلاء، فانت ما طلعتش كده، انت طلعت كده وبتربي نفسك. ولو ما ربيتش نفسك يعني خد بالك، هو لو ما ربيتش نفسك محدش بجد هيعاني غيرك، واللي حواليك هيعانوا ويمشوا يعني ما هو حدش هيستحمل الندب. بس عجبني قوي ان انت برضو بتحاولي دايما تربطي كلامك او الكلام اللي انت اتعلمتيه بالدين. الحمد لله. وعلى فكره ده احلى حاجه في الحلقتين اللي فاتوا، الحمد لله. كنا دايما بنرجع يا جماعه الدين. ايوه احنا عايشين ليه يعني، عارف اللي هو لماذا نحن هنا حرفيا. في ناس كثيره جدا يعني بيتكلموا في المواضيع دي اونلاين، لا ما بيجيبش الدين خالص، يقول لك عادي ما في ناس يعني من الغرب ومتربين تربيه حلوه، الموضوع ملوش علاقه بدين. طبعا هي صوره سطحيه بحته. مين الحلوين دول يعينوا؟ خلينا نناقش الحته دي برضه. ايوه. طب ما الغرب هجيلك من عقليه ثانيه، طب ما الغرب عندهم احسن مايند سيت كبزنس، بس في نفس الوقت فيش دين ومفيش مشاكل. يعني في مثلا في عقليات مش عايزه اقول بلاد بعينها بس تقريبا هتبقى لاقطه. انا بتكلم هم عاملين كده، مفيش مشاكل، مفيش في الوقت معامله معامله ايه انتوا ليه عايشين كده؟ يعني عارف اللي هو في، انا سمعت ان في بلاد معينه مثلا الاب ما بيبص ابنه، ما بيحضنوش. موجود في اليابان في حته او حاجه ايه يعني انتوا عايشين ازاي؟ فلا احنا مش روبوتس برضه، ما احنا لو روبوتس ماشي، لكن احنا بشر في الاول وفي الاخر. والحلو يعني هنا ساعتها مش مقياس ان هو المايند سيت بتاعته شغاله حلو كبزنس، وممكن يكون ضايع مشاعريا اصلا وضايع فطرويا، لان هو الدين عنده اصلا بزنس مان رهيب شنيع بس علاقاته بايظه. على فكره من الناس المشاهير كلهم يعني ستيف جوبز كانوا بيتكلموا على ان هو سيء جدا في العلاقات. ايلون ماسك نفس الكلام، سيء جدا في العلاقات سواء مع موظفين وسواء مع الناس اللي هو بيقطع من حته حتى، بس ما بحبش الجمله دي. لكن قصدي يعني انه في الاول وفي الاخر الحلو في الدين ان هو بيراعي بشريتك. انت بشر وبيراعي اخفاقاتك، وفي الاول وفي الاخر انت عارف السؤال بتاعنا هنا ليه؟ ما بتتسال كتير، بشوف على تويتر اصلا اسئله وجوديه. ما هو انت لو ركزت انت هنا ليه مش هتسال السؤال ده، مش هتحس انك ضحيه. انت فاهم ان ده ابتلاء. عارف اللي هو في، يعني مش عايزه ادخل في الحته دي قوي، بس في ناس تفضل تقول لك انا ما طلبتش ان انا اجي. لا انت طلبت ان انت تيجي، بس مش هندخل في الحته دي. في عاوزه تقول تقريبا حديث يعني انت موجود هنا مش بمحض ارادتك برضه، بس في الاول وفي الاخر فيها حته كده مش عايزه فيها حكمه. مش عايزه ادخل فيها قوي، بس في الاول وفي الاخر انت موجود في الدنيا ليه؟ ما هي فتره مش مكملين، يعني فتره هتعدي. فانت لو لغيت الدين من الموضوع انت كده بتعمل ايه هدفك اصلا من الدنيا؟ ما في اهداف دنيويه، في هدف اللي هو ان انت عايز تخش الجنه. شفت ترامب وهو بيقول لك انا عارف ان انا مش هخش الجنه، هو عارف بقى ربنا يهديه يعني يعمل ايه. بس الفكره ان احنا بقى المفروض بنعمل ايه، دي حاجه احنا برضو بنرسخها من اول وجديد حتى لو ما اترسختش عندنا واحنا صغيرين. طيب انا حاسس ان الموضوع العلاقات الاسريه وتاثيرها على المايند سيت، حاسس ان احنا يعني هو محتاج حلقات طبعا، بس حاسس ان احنا عملنا له كونكلوجن لذيذ كده. ممكن خلاص انا بقى يا اما طفل عندي مشاكل بسبب تربيتي وعلاقه والدي بوالدتي، يعني مدى تاثير علاقه الاب والام مع بعض على ابنائهم. زي مثلا يكون في اب وام متزوجين وسعداء، في اب وام متزوجين وعندهم مشاكل وخناقات طول الوقت، في اب وام متزوجين وعندهم مطلقين مثلا، او ام بدون علاقه خالص جوزها توفى، او اب بدون علاقه مراته توفت. ده دي بيأثر على عقليه الطفل؟ بيأثر طبعا، بس انا بيكبر بعد كده بقى يعني بيأثر. بس انا هقول حاجه شائكه جدا يعني، بص هسير الجدل حرفيا. في ناس بتفضل مستمره في العلاقه وهم علاقتهم رايحه باي ماشي عشان خاطر ولادهم. علميا الاطفال اللي بيتربوا ما بين 2 مطلقين بس بيحترموا بعض افضل من ان هم يفضلوا مكملين عشان خاطر ولادهم. العيال مش اغبياء، والعيال مش اغبياء، هم بيفهموا بيسمعوا يعني عارف، مش ممكن ما يبقوش بيتخانقوا قدامهم، بس في الاول في الاخر هم في جفاء وهم على فكره الطفل بيترجم الملامح، بيترجم المعامله، وفي الاول وفي الاخر هو اصلا بيعكسها في علاقاته العاطفيه وعلاقاته في الصداقه وفي الشغل وفي كل حاجه. فحته انه احنا مكملين عشان خاطر الاطفال، لا الاطفال فاهمين كويس ان انتم مش سعداء وده مأثر عليهم سلبا، دي حاجه. فاصلا هو شرط اساسي ان الطفل ده ياخد معامله كويسه، انه الاب والام هو يشوف الاب والام في حاجه اصلا اسمها العادات الصحيه الايجابيه.
تقريبا ممكن تتطبق تحت 9 سنين مثلا، انه بدل ما تقول للطفل اعمل وسوي، هو يشوفك انك بتعمل وتسوي. بدل ما تقول له قوم صلي، لا انت بتصلي قدام، هو هتلاقيه بيقلد الصلاه. عارف اللي هو عارف الطفل اللي بيشوف الطفل الولد اللي بيشوف مامته على طول بتصلي، تلاقيه بياخد شارب بيلبسه، هو مش فاهم ان هو ما ينفعش يتحجب بس الفكره ان هو شايف ريفرنس قدامه سيميوليشن بالظبط. فالفكره انه النصيحه كده بالكلام حاجه، وان هو يشوفك بتعمل حاجه دي حاجه تانية خالص. فانت ممكن الاطفال اللي اتربت في وسط اب وام مش متفاهمين ممكن يطلعوا اسويه، وحتى لو مطلقين برضو ممكن يطلعوا اسويه، على حسب بقى ربنا بيستر ازاي واحنا بناخد الاسباب ازاي. بس هم هيجتهدوا في حته معينه كانت ناقصه، يعني النصيحه هتبقى رايحه لهم بصعوبه شويه على عكس اللي شافوها. يعني اللي شاف بابا ومامته بيتصرفوا بطريقه معينه غير اللي ما شافش خالص. وفي نفس الوقت مثلا لو الاب توفى او الام توفت او ايا كان، هو طبعا ما فيش حد بيعوض حد، بس الشخص اللي بيربي لوحده قادر ان هو يلم الدنيا بطريقه سويه برضه. فاهم الفكره؟ في حته هتبقى ناقصه، بس هي بتاعت ربنا، هي ابتلاءه. فاهم الفكره؟ فطبعا ده بيأثر جدا 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 قدام، بيأثر بطريقه رهيبه. فكره مثلا الاب المسيطر ده ممكن يسبب اصلا المسيطر، هو مش السيطره الطبيعيه ان الاب المفروض يبقى مسيطر، لا السيطره اللي هي الديكتاتوريه. ده ممكن قدام يخلي الطفل ده او الشخص ده لما بيكبر هو تحت اي حد، تحت في الشغل، بيشوفه كبير، تحت في الشغل، تحت في اي حاجه، شايف ان المدير ده يعني بعبع، شايف ان اي حد فوقه حاجه، يعني حاجه مرعبه. مش موضوع بيشوف له كبير، لا هو دايما بيبقى حاسس بالدنيا. أيوه. لان هو ما خدش فرصته ان هو يتعامل كشخص، ياخد رايه براحته، بالظبط، يعني قراره، اراء بقى، قرارات. يعني حته مثلا ان الاب والام يتدخلوا في اختيارات بسيطه جدا مثلا في اللبس وشاف ايه، والاطفال صغيرين حتى بيخاف يعبر عن نفسه في الشغل. بالظبط. لما بنكبر بقى في حته ايه المعضله اللي دايما انا عايزه ادخل كليه كذا، بس بابا وماما عايزين ادخل كليه كذا، كارثه دي، ده سواد ده. فاهم الحته دي تحديدا؟ هو هنا بقى مثلا ممكن الاب والام يدخلوا الحته بتاعه البر في الموضوع. عارف لو الدراع ده يعني انت كده عاق، لا انا كده مش عاق، دي اختياراتي الشخصيه. فهو لو فهم ان ده عقوق كل سنه وهو طيب بقى في كل علاقاته، لا ما صلحهاش. بس برضه خليني اقول لك ان هو في مرحله مش عنده، يعني مش بيبقى فيه الوعي الكافي ولا الخبره الكافيه ان هو يختار الانسب. دي مشكله. يعني انا واحد من الناس اللي اتعرضت للموقف ده. انا في الاول اخترت كليتي وبعدين ما عجبتنيش، من قبل ما ادرس فيها، وكنت عاوز احول كليه تانية كانت مجال شغلي لاني بشتغل من وانا صغير. فماما قالت لي انت حر، بس مش هقدر اعمل ده. انت حر، اللي انت عايز تعمله اعمله، انت اللي مقدم وانت اللي هتنقل، انا ماليش دعوه. بس في رياكشن كده ما اقدرش اعملها. وانا كملت 5 سنين وانا مضطر، يعني انا كملت 5 سنين في الكليه وانا مضطر، وخرجت من الكليه ومش خدتش فيها في الاخر. ولغايه الان في سني ده بتقولي ايه؟ انت المفروض تشتغل في كليتك، هي كل شويه تيجي مضطر معاك المفروض تشتغل في كليتك. بالظبط. موضوع التربيه ده موضوع، والعلاقات الاسريه ومدى تاثيرها على المايند سيت. انا حسيت واحنا بنتكلم انا في سيل افكار بيجي لي حالات. طب اللي باباه توفى، طب اللي باباه بيضربه، طب اللي مامته بتتضرب من باباه، في كميه حالات. عشان كده بقول لك عاوزه حلقات بالظبط. عشان كده بقول لك ايه، انه احنا بنربي نفسنا لما بنكبر بقى. انت مش هتستنى، مش هتقف هنا. بس طبعا بيبقى في تشوهات. ما هو كلنا بلا استثناء ولا استثني احد، ولا استثني احد، لا كلنا فعلا عندنا حاجه. مش لازم بس في التربيه، عندنا حاجه من زمان، يعني سواء في التربيه يعني علاقتنا باهلنا او علاقتنا باصحابنا. خد بالك التروما اللي بتحصل التروما اللي بتحصل في الصحاب دي مسكوت عنها، مسكوت عنها جامد. لا احنا بقى هندشمل حطوا في حته كده فاصل صحاب في اجازه. الدنيا ملهاش عازة والصحاب في اجازه. خلينا بقى نتكلم عن موضوع الصحاب ده ومدى تاثيره على بعدين لما تبقى موظف. لان انت لما تبقى موظف بيبقى ليك صحاب في الشغل، وانت صغير عصافير في الشغل. وانت صغير بتخرج من بيتك بتربيه معينه. انت حرفيا عامل زي كتكوت الخارج من العشه، ماما محوطه عليك. بعد كده بتخش بتتقابل مع تربيات مختلفه. احنا كنا بندرسها في الكليه ان هي دوائر. الدائره الاولى الاب والام، بعد كده الجدود مش عارفه ايه، المجتمع بقى اللي هو الصغير اكبر في الاكبر في الاكبر. فهو بعد العيله انت بتدخل في الصحاب، فاللي هو بقى النادي، مدرسه، الشارع، ايا كان. فبنبدا بقى مرحله خطيره جديده. فلا
انا بشوف بعد، بس انا شفت الموضوع ده بالهارد واي، يعني ما فيش ساينس معين في الحته دي، انا بتكلم وجهه نظر شخصيه بحته انه حته الصداقه دي هي في الغالب هتحصل. يعني انت لازم تتلسع منها، لانه يعني حتى لو ما سببتلكش تروما كبيره قوي، بس انت لازم تتلسع منها، لان هي درس، هي لايف ليسون كده لازم يحصل، لازم يعدي عليك. في ناس محظوظه جدا جدا او ربنا كرمها جدا جدا ان اصحابها كويسين جدا من داي 1 من الاول، شبههم، مش لازم شبههم، ممكن يبقوا مختلفين بس علاقه حلوه. انا قصدي in the same range يعني من التربيه، يعني مش شرط الفاليوز واحده مثلا، او فكره ان هم ممكن يبقوا مختلفين فعلا، بس هفيد فهم، هفيد تعاملوا مش ما فيهمش احكام، ما بيتدخلوش في حياه بعض بشكل مبالغ فيه. انا اعرف ناس بجد مختلفين عن بعض تماما بس اجتمعوا على حاجه معينه. ممكن يكونوا مختلفين فكريا بس الفاليوز واحده، يعني كلمه الفاليوز واحده دي حلوه جدا. يعني على فكره ممكن يكونوا مختلفين في الديانه، انا وانت من انا عارف، فهنا الفاليوز ممكن تختلف شويه فعلا. بس انا وانت متفقين ان القتل حرام ولا لا؟ يعني ان شاء الله متفقين ان شاء الله. اكيد في حد انت عايزه تقتليه يعني في هيستوري متفقين ان ممكن تتاخد عليا دي. اوكي ماشي تمام. متفقين ان الخمر حرام ولا حاجات زي كده يعني. متفقين ان الشتيمه ما تنفعش، متفقين في حاجات كتير جدا متفقين عليها، فطبيعي. لكن مش معقول ان انا مثلا واحد الفاليوز بتاعته مضروبه وانا اقول لا انا عاجبني هصاحبه بالظبط. يعني هو بيحصل على فكره، خد بالك. لا لا هو غير كده بقى، احنا بنتخدع. انت ممكن تبقى قاعد كذا سنه مع صاحب فاكر ان الفاليوز بتاعتك واحده. مش واحده، هي مش واحده. بس الفكره انه انت بتكتشف امتى بقى هي دي التروما بقى. بس مش انت تبقى تروما عند كل الناس، بس وارد انه انا مع حد بقالي سنين، عارف بقى اللي هو تشايلد هود فريندز بقى لا نستنى لما العلاقه تختبر، استنى اتقل شويه. بس يعني معقوله بعد سنين هبتدي ان انا اكتشف لا انا كنت مخدوع. انا ممكن اقول حاجه. انا دي علاقه بجد، مش علاقه عاطفيه، بس علاقه من العلاقات. انا اتخدعت في شخصيه بعد 24 سنه. خبرت علاقات والله ده عنوان الحلقه. خبرت علاقات اتخدعت بعد 14 سنه خدمه. انا كنت شايفه حاجه معينه، ممكن الشخصيه تكون اتغيرت، او فعلا الشخصيات بتاعت الصداقه الصحاب دول يتغيروا، وممكن يكونوا هم كده من الاول بس العلاقه لم تختبر بعد. ودي كليشيه بقيت اقوله على طول، محدش يحكم على اي علاقه غير لما تختبر. يعني ايه؟ نمر بظروف صعبه، يحصل حاجه، مش يعني احنا طول ما احنا لزاز مع بعض الدنيا زي الفل، لكن لما يحصل خلاف، لما يحصل حاجه. فكرتيني بواحد صاحبي كان كل شويه يدخلوه بيت واحده علشان يخطبها، زوجها الصالونات يدخلوه. هي دي كارثه اصلا. بس اهله كانوا بيدخلوه. مش عارف اقول ده ولا لا، بس هو هيبقى ضيف في حلقه من الحلقات، مش هقول هو مين طبعا. بس كانوا بيدخلوه كل شويه في يشوف عروسه، فما كانش بيعجبوه بيمشي، كان بيحرجه لغايه ما في بنت عجبته يعني. المهم بعد ما خطبها ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يعمل مشاكل معاهم. فبقول له انت بتعمل ليه كده؟ بيقول لي عشان اختبرهم اشوف رد فعلهم في المشاكل هيبقى عامل ازاي. سوري بس والله العظيم الحلقه مش دعوه بس. فكان المشكله مش في كده، المشكله ان انا اعرف مثلا 3 كيسز عن الموضوع ده، اللي هو لازم اختلف معاكي لاي شيء. ان مثلا احنا متفقين مثلا انت تجيب 3 اوض 4 اوض، لا انا في وسط بعدها بفتره يا جماعه مش معايا فلوس غير اجيب اوضتين. طب اللي احنا اتفقنا عليه لا شوفوا لكم حل بقى. طب هو معاه بس هو عايز يشوف رد فعلهم، هل هم ناس باقيين عليك على اخلاقه ولا هم ناس شايفين فلوس ولا لا. متفقه كانوا بيعملوا كده يعني. الفكره ايه؟ فكره انه لازم يحصل خلاف. لازم يحصل خلاف يعني بس يجي طبيعي، ما هو عشان اللي عدله عشان ثانيه واحده كده في فخ في بدايه العلاقه. الانسان بيبقى هيمان، هتجيب الخلاف منين؟ اللي هو حلاوه البدايه. ايوه اللي بنسميها الهاني مون فيز او فتره الغرام. بس كارثه دي برضه. أيوة. فالفكره انه لازم يحصل خلاف فعلا، بس هنختلف على اي حاجه اتفقنا عليها ولا اراء. ما اصل حاجه اتفقنا عليها يبقى هنا عبث. يبقى انا اصلا يعني مثلا لو انا راجل وخاطب واحده واتفقت على حاجه وغيرت كلامي، هي من حقها تمشي وما تبصش وراها. والعكس، ما انا قلت كلمه ما ينفعش ارجع فيها. لكن احنا بنختلف على حاجه اثاره جدل يعني، ومش هنثير الجدل ونقول احنا بنختبره. لا ما بحبش كده يعني. ولكن مثلا موضوع رايي في الدين، رايي في السياسه، رايي في اي حاجه في التربيه، في الفاليوز نفسها، في الفاليوز بس مش في الاتفاقات ده. انت الكلمه ده عقد اصلا، ودي على فكره دي مشكله عندي اصلا يعني. بحس ان انا عارف اللي هو
بصرخ في مولد يا جماعه، ما ينفعش تقولوا كلمه وترجعوا فيها، ما ينفعش. مش يعني لا هو حتى لما كان قالها مش قالها يعني من باب ان هو بيرجع فيها، قالها ان هو ظروفه ما عدتش يسامح. ايوه ما انا خد بالك انا عايزه اقول حاجه بشوف بقى رد فعلكم، هل انتوا تستحملوني ولا انت عارف ده مش بس في العلاقات ده، بس هتلاقيه يصب في البيزنس برضه. هو بيعمل كده في البيزنس، فاللي هو وفي نفس الوقت برضه ده برضه جاي من التربيه. مش عارف بقى نقطع الجزء ده ولا لا، لان هو هيبقى ضيف في حلقه. اوكي لا هو مش هيعرف ان شاء الله، ان شاء الله مش هيعرف. بس على فكره انا ليا ناس صحابي كتير عملوا كده. ايوه مش هو بس يعني الشخص ده بتمويه. ايوه الرهوان التاني. خلينا نرجع بقى لموضوع الصحاب. دخلنا عملنا بقى اصدقاء. انا دلوقتي لقيت الحمد لله احنا اتكلمنا دلوقتي عن الناس اللي ربنا كرمهم باصدقاء كويسين وبيشتركوا في نفس الفاليوز، او حتى ما بيشتركوش بس عارفين ان هم يحترموا بعض ويحترموا اختلافات بعض. بس في بعد كده اصحاب زي واحد يخش يبقى في علاقه مع اصحابه متنمر، ويبقى ليا صاحب ببقى عاوز ان انا اتمنى له الرضا يرضى، وصاحب تاني انا بقى شايف نفسي فوقي يعني فوقي معاه، مش دوني، لا فوقي. هو ده كله خد بالك جاي من التربيه برضو، من علاقه الابناء بالاهل بيصب بقى في الصداقه. فالفكره مثلا لو حد بيتنمر عليا انا اتربيت ان انا ابلع واسكت ازاي مع التنمر ولا احط باوندريز، وفي نفس الوقت انا لو حطيت الباوندريز مع اصحابي هعرف يعني دي النقطه دي تحديدا. انت لما بتحط باوندريز مع حد قريب منك جدا جدا دي اصعب حاجه. فانت هتعرف تعملها بقى في الشغل، هتعرف تعملها في ايا كان في حياتك. هل انماط العلاقات بتبدا من الصداقه ولا بتبدا من بعد كده؟ انماط التعلق قصدك؟ انماط التعلق بتبدا من الطفوله مع الاب والام، والاب والام هما اللي بيحطوه. احنا عندنا هو الشائع ان هما 3 انواع بس هما اكشلي 4. في اللي هو الانكشس اللي هو النوع القلق، وفي اللي هو يعني نقولهم بالعربي افضل ماشي، في النوع القلق والمتجنب، وفي النوع الامن طبعا ده افضل نوع، والنوع الرابع اللي محدش بيتكلم عنه ميكس ما بين المتجنب والقلق قنبله يعني، فاهم؟ دي كده تعبان قوي. هو قلقان وعايز يتعلق جدا وعايز يبقى مقرب جدا، وفي نفس الوقت هو خايف من التعلق فبيتجنب. طب نعمل ايه يعني؟ فاهم؟ بيبقى بارانويد اغلب الوقت صح؟ ده انا ما اعرفش بالظبط التشخيص النفسي بقى، لانه انا مش لا قصدي موسوس يعني، مش موسوس بس صراع. انت عايز تقرب من حد جدا جدا وانت فعلا محتاجه، وفي نفس الوقت انا هتجنبه عشان مش عايز اقرب لان انا خايف من القرب. طب اعمل ايه يعني؟ فاهم؟ لكن وفي نفس الوقت برضه التجنبي لوحده متعب والقلق لوحده متعب. فهو حتى الافضل نوع فيهم او الصح فيهم انك تبقى امن. ده بيحصل من انا بقرب بس ما يعني مش بس ليا حدود معينه، بقرب وليا حدود وليا كل حاجه، بس في نفس الوقت الشخص ده لو مشي انا مش هموت. انا مش هعلق ما هو عادي، ما هو اي حد ممكن يمشي. خد بالك مش بس يمشي انفصال، ممكن حد يموت توفى بالظبط. فالفكره ان فعلا هنا لو الشخص عنده النوع اللي هو القلق يعني عارف اللي هو خلاص انسى بقى يعني بجد بيبقى حزنه ده صعب جدا. المتجنب هو بيبقى متعب لشريك حياته، وفي نفس الوقت هو ممكن يبقى تمام. عارف مثلا العلاقه التمام قوي اللي ينفع فيها 2 تجنبي مع بعض، انه يكون الزوج بيسافر والزوجه ما بتسافرش معاه، هم كده رايقين. هم كده مش محتاجين بقى اللي بيتقابلوا كل فتره، فاهم؟ لكن هم لو قريبين من بعض خلاص يعني هيتطلقوا بجد. فاهم؟ عشان كده انا كنت بقول ان اولاد المهنه الواحده بيفهموا بعض قوي. لا ملهاش علاقه. فكنت لا حته اللي هو بيسافر وبيروح بس مش مهنه واحده، بس على حسب انت هي الموضوع يعني مش معادله. له علاقه بانواع شخصيته هو. مش معادله خالص يعني نوع التعلق اللي عندي. يعني عارف انا اصلا دايما اقول مش عايز حد يشتغل زيي. هتنافر يعني في تنافر كده هيحصل، هنطبق على بعض النظريات اللي احنا عارفينها. مش كده كمان بس لا في بحب فكره انه لا لازم يبقى في اختلاف. ده انا وجهه نظر. يعني في ناس تحب بالعكس. بس مثلا الدكتور هيفهم يعني، خلينا نخش في الحته دي بعدين. بس انا يعني على سبيل المثال الدكتوره هتفهم ان الدكتور مش موجود اغلب الوقت. مالهاش علاقه بربع جنيه ممكن تكون على فكره هي دكتوره. لا عادي انا دكتوره بس انا عاوزك كل شويه تتصل بيا. لا او مش كده بس لا هي ممكن فعلا تقدر عدم وجوده. بس هو شوف احنا بنتكلم في الحته دي بقى في العلاقه وبزنس في نفس الوقت. ممكن تقدر عدم وجوده بس علاقته مش ناجحه، لان هم مش موجودين لبعض. احنا ناجحين از بزنس مش ناجحين احنا كويسين. احنا كويسين مجتمعيا، لكن في البيت حبيبي ازاي اخبارك عليكم السلام مش بتقابله. انا عندي حد انا عارف ناس كتير قوي مش بتقابله. كانت حد عندي بتقول لي انا بشوف جوزي يعني احنا بنسلم شيفتات، بتقول لي انا كانوا متجوزين هم تقريبا في اخر سنه او حاجه زي كده، بتقول لي انا بشوفه في الطرق يعني بجد والله.
فاللي هو وفعلا كانت صعبه جدا، هم مخطوبين كانوا افضل بكتير مثلا. فهي ملهاش علاقه، وفي نفس الوقت ممكن يبقوا ناجحين جدا. انا ما بقولش انه ما ينفعش ما يتجوزوش بعض، انا بقول عادي، بس على حسب كل شخصيه. هي مش ليها علاقه بوظيفتك ايه، ولا ليها علاقه انا هقدر ولا مش هقدر، ليها علاقه بالظبط يعني هي ممكن يكون فاكتور بس مش هو الميجور يعني. بالظبط. فالفكره ان هي مش 1 زائد 1 بيساوي 2 يعني، لا في حاجات كتير جدا ممكن تبقى مختلفه، وعلى حسب كل واحد عايز علاقته ازاي، لان العلاقه اصلا ملهاش اسطمبه اسمها اسطمبه واحده، ملهاش اسطمبه واحده. موضوع التعلق ده برضو الاب والام هما اللي بيعملوه، يعني انه فاكر لما كنا بنتكلم عن حته تقدير المشاعر او الحته دي، ده بطريقه معينه لما يتعمل صح ده يخلي الطفل تعلقه امن، انه لما مامته تمشي ما يصرخش، هو عارف ان هي هترجع لان هي مأمناه. فكره بقى الطفل اللي بيلم عليه الناس اول ما مامته تمشي، هي مامته مش مأمنه او باباه مش مأمنه، ان هو طول الوقت حاسس ان هو هيتغدر بيه وهكذا. فكل نمط تعلق ليه حاجه ليه يعني عارف اللي هو رتم معين بيحصل في الطفوله، فهو بيطلع الطفل بيطلع الشخص كده، فده بينعكس عليه في باقي علاقاته. هل هيقف هنا ويقول خلاص انا نمط تعلقي كذا فانا كده بقيت نوتي؟ لا، هو بيصلح ده، فصلح ده يروح لكوتش بقى، بس ده يصلح ده لما يكبر، لكن على مستوى ان هو طفل ورايح دلوقتي يعمل صداقات، دي مشكله فعلا. الصداقات انت عندك صدمات، دي راح يعمل صدمات راح يعمل صدمات صحيح. انت عندك تقريبا من 4 سنين لحد 17 سنه المراهقه، مثلا 15 و17. هم دلوقتي قللوها تقريبا، بس اسمع ان هم نزلوها ل 11 12 كده كمان. انت مش شايف فانت بتتكلمي من 4 سنين لحد 12 سنه. روح بقى يا باشا وتعامل بقى بتربيتك اللي انت تربيتها بالزبط مع مجتمع الاصدقاء والصحاب، وده هيشكل كتير جدا. هياخدنا بقى المرحله اللي بعدها، يعني احنا كروتنا حته الصداقه شويه، بس كنا بنحاول يعني انت حاولت تشرحها في حته نمط التعلق. خلاص انت دخلت بقى في مرحله المراهقه. مرحله المراهقه دي بيبقى فيها تغير على فكره. صدمات الصداقه في وقت المراهقه اصعب من الطفوله. الطفوله بتتعالج وبتتنسي، يعني هو برجع لماما وماما بتحاول تعالج معايا يعني او حتى ما برجعش لماما، بس هي يعني الانسان ما بيبقاش ميزه الاطفال ان هم بينسوا اصلا يعني شويه، يعني هو ما بينسوش. لا هو ما بينسوش لا الاطفال ما بينسوش. ومستشاره علاقات اكتشفت صدمه بعد 24 سنه ما فضحتش. المهم لا، هو الفكره انه عشان الاطفال هم بيجربوا كتير. يعني هو بقول لك هو ممكن يروح يحط مسمار في الكهرباء فعادي. انت عارف انت معاك حق. انا ما بنساش يعني مش عارف ليه بس ما بنساش يعني. انا ناسي كل ذكرياتي وانا صغير ما عدا الموقف الوحش. بالظبط. لا هي العقليه، الحاجات اللي هي سببت لي اذى نفسي. العقل كده هي برضه هي حته ديب قوي، بس هو فعلا العقل بيلقط الحته بس برضه عشان اكون صادق معاكي، مش كل اذى نفسي يعني. في حاجات اذى انت بتعرفي تنسيه. أيوة. لكن في اذى شديد قوي انا مش بعرف انساه لغايه الان. ما انا فاهمه. يعني مثلا ما قبل ما تم 6 سنين او 7 سنين انا مش فاكر اي حاجه غير 3-4 مواقف سيئين. بالظبط. انت فاكر لما رحنا في الحته الفلانيه وكنا عملنا كذا؟ ولا افتكر لكم حاجه. انا فاكر لما انتوا سمعتوا بطريقه مش حلوه اتخضيت يعني الموضوع بسبب علامه. ايوه. بس في حاجات موضوع الصداقه تحديدا عشان يبقى كتير، عارف اللي هو انت في وسط مدرسه. انا في صحاب بكتشف ان هم مثلا بعد اشوفهم، انا شفتهم انا كانوا معايا في حضانه مثلا، بس انا مش فاكره السياق، مش فاكره احنا كنا ازاي، لانه كانوا كتير انا مش مركزه في اللعب في الكلام ده. لكن انت كل ما بتكبر كل ما بترتبط عاطفيا اكتر، لانه انت بتبقى اصلا عندك هدف انك تكون صداقات. انت بدات يعني الطفوله بتبقى مرتبط اكتر بالعيله، يعني مامتك اللي بتاخدك تخرجك مع اصحابك مش عارفه ايه الكلام ده. لكن انت كبير خلاص بقيت بتعمل ده لوحدك، فانت بتتعلق اكتر. فتتعلق اكتر تعمل ايه؟ تتعب اكتر عشان انت تاخد على قفاك اكتر، فاهم؟ لانه خلاص انا شايف ان دي صاحبتي صديقتي الصدوقه ولا ما اعرفش قريبتي القروبه ولا ايا كان. ففجاه ايه ده؟ ما طلعتش كده. ايه ده يعني ازاي كده؟ فانت بتاخد يعني اكسبيرينس رهيبه يعني بتتعلم بالهارد واي جدا في الحته دي. ولو ما لحقتش نفسك انت فعلا هتبدا بقى تدخل في حته تراست ايشوز في الشغل وفي الجامعه وفي في كل حاجه. خلينا نقول ان في مرحله الصداقه هي المرحله الاخطر لمرحله المراهقه ولا بعد كده؟ خلينا في يعني مرحله المراهقه، لان انت بتبقى لسه بتسمي الله وبتبقى مشاعرك جايشه قوي. انت في الوقت المراهقه انت بتبقى في الاول في الاخر عارف اللي هو انت عارف المراهقين ليه المراهقين كلهم عاوزين يحبوا ويتحبوا، عاوزين يعملوا علاقات. هو الموضوع ده ديب برضه، بس هو انا يعني حتى انا مش عايزه اتكلم عن ان هي مراهقه، لان المراهقه ممكن تيجي في اي وقت، ممكن تيجي في 30.
لان هي حاله بغض النظر عن المراهقه المتاخره. لا هي حاله، لانك انت ممكن تلاقي حد عنده 37 ونقول سنه عليه ده مراهق. ايه ونقول عليه ده مراهق. ده مراهق جدا، ده عايز ده بيحب على نفسه بجد والله هو ما بيعملش حاجه غير كده. لكن مثلا انا بحب اقول لفظ مثلا ان هو سن البلوغ، تغيرات طول الوقت، تغيرات انت بتتنقل من مرحله لمرحله، غير التغيرات الهرمونيه والجسديه. ما هي الهرمونيه دي لعنه اصلا، كل حاجه الكيمياء انت داخل في حته انا كبرت بقى. يمكن عشان كده هو عاوز يحب ويتحب عشان يحس ان هو كبير. ايوه انا لا وعندي مشاعر مرغوب، عندي مشاعر خلاص، انا دخلت في الفيز دي. طب الرفض والقبول في المراحل دي، يعني في الرفض والقبول في المراحل دي برضو من الطفوله، خد بالك. يعني لو الاب والام ما ركزوش على حته الطفوله دي، يعني اللي هم ان هم يرسخوا في الطفل ان هو عادي يترفض. لا بس هو بيبقى في المرحله دي بقى انا عاوز ارتبط، انا رحت دلوقتي خلاص في مرحله المراهقه وعجبتني واحده، وبغض النظر ان ده مش صح تماما يعني عادي ممكن تعجبك، بس هتعمل ايه ده اللي مش صح. هو خلاص قرر هو قرر ان انا خلاص انا هروح اكلمه وراح واترفض. اوكي ده يعني ده ممكن يدخلنا في لوب كده من ان هو لو شخص عنده استعداد ان هو ينتقم علشان هو مش يعني هو ما تعودش يترفض، هو ما اتعلمش ازاي يتعامل مع الرفض، ده بقى هيعمل حاجات كتير جدا، ممكن يسوء سمعتها بقى، ممكن عارف اللي هو الجو بتاع ممكن ما يعملش حاجه خالص، بس انا جايه لك في الاثنين انه في الاول يا هيعمل حاجه اكستريم وحشه جدا، يا هيعمل حاجه اكستريم وحشه جدا برضو ان هو ايه يبطل يتقدم لاي واحده لما يكبر، او نبقى طول الوقت خايف من الرفض، سواء في الشغل تحديدا، في الشغل، في البنات، في ايا كان. فيبقى مثلا قدامه 50 انترفيو ممكن يدخلوا يقول لك لا انا عايز حد يجي يقول لي تعالى اشتغل فاهم الفكره؟ طبعا ده كارثه، احنا الدنيا مش عايزه كده تتفرق. اصلا فكره ان هو خلاص، طب فرضا ان هو اوريدي نجح وخلاص مرتبط بالبنت، العلاقه دي اصلا بتاثر ازاي عليه؟ هي بنسبه عارف اللي هو عارف دي طول نسبه 99.9 هتفشل يعني. لا هي فشلت، انا ما اقصدش كده ان هي تفشل، حتى لو ارتبط بيها. انا فاهم. انا يعني بالنسبه اي حاجه في المراهقه يعني غالبا بتفشل، بس يعني فكره ان انا عملت علاقه هي اصلا مش المفروض تكون موجوده في الوقت ده، فانا عملت العلاقه دي هي هتاثر عليا ازاي وانا موظف وانا صاحب بيزنس مثلا يعني. بص هو على حسب انت هتطلع منها وتعلمت ايه وازاي، يعني على حسب هي مشيت ازاي. لانه برضو في ناس دخلت في علاقات كتير وما كانتش عارفه ان ده غلط، بس لما كبروا تعلموا من ده بطريقه كويسه. ده مش معناه ان احنا نروح ندخل علاقات عشان نتعلم، بس انا قصدي ان مش دايما بتمشي في الطريق يعني مش معنى ان هي حاجه غلط ان انت بتطلع منها، يعني ان انت بتطلع منها يعني عارف مثلا زي الناس بعد شهر عندنا كلنا اللي بيروحوا يشربوا اي حاجه وحشه، في منهم ناس دلوقتي ما شاء الله شيوخ يعني فاهم الفكره. وبجد مش شيوخ فيك، لا هم عرفوا يدقوا الغلط وتعلموا صح قوي من الحته دي، ربنا استرها معاهم. بس مش دايما ربنا هيسترها معانا يعني دي حاجه، طبعا ربنا يسترها معانا كلنا، بس دي حاجه. والحته اللي انا بسالك فيها مثلا يعني مثلا انا خلاص انا من وانا صغير، من وانا مراهق وانا بتقبل، ازاي ما اتقبلتش في الشغل؟ ازاي الديل اللي انا حطيته والصفقه اللي انا حطيتها ما اتقبلتش؟ ازاي عارف الموظف ده مش عاوز يشتغل معايا؟ عارف الجان بتاع المراهقه او البنت اللي هي بتبقى كده، دي اللي هي الكوين، عارف اللي هو ما اعرفش، او الديفا او اللي كانوا بيسموها ايه. الاثنين دول بيتصدموا في اوقات معينه لما بيدخلوا في كوميونيتيز بقى اوسع، يكتشفوا ان هم مش متشافين. يا لهوي يعني شوف انت بقى. وفي تحديدا في الشغل اللي هو انا ليه مش ظاهره، انا ليه مش شاطره، هي فاكره ان هي هتبقى شاطره بنفس الفكره. انا بلاقي فعلا ان الشباب اللي كانوا بيرتبطوا كتير جدا وهم بيزهدوا لما هم مراهقين، انا شفتها كتير قوي. البنات بلاقيها بتتاخر في الجواز، يعني مش عشان خاطر المجتمع حالته، لا هي البنت دي تحديدا كل اصحابها مثلا ممكن يكونوا اتجوزوا لكن هي واقفه. بص هي الاساس والولد بيحاول يدور على بنت متدينه وكويسه، وبيزهد كل البنات اللي هو ماشي معاهم. ف ده برضه اكيد بيأثر somehow يعني عليه كموظف بعدين او حاجه جدا. عارف اللي هو ده بقى تحديدا بيحصل معاه ايه، ان هو مش عايز يجتهد بس عايز يبقى اشطر في الشغل. فاللي هو تلاقيه بقى بيغير من اي حد بيجتهد ويبقى اشطر منه. ممكن مثلا يبقى هو موظف بقاله 20 سنه وجاي واحد بقاله 5 سنين ولا سنه ومش عارف ايه، فهو الاصغر منه ده بيجتهد فبيبقى اشطر، فهو لا قاعد بقى فاكر نفسه ان هو انا مرغوب، انا لازم واللي عايزه هيحصل، ان انا بعد ما اعمل كل حاجه اروح ادور على واحده افضل حد في الحياه. عملتها ازاي دي يعني؟ فاهم الفكره ايه الاستحقاق الرهيب ده؟ فلا الحته دي كمان اصلا في حته انه
انت بتقول اللي هي بتتاخر في الجواز او شايف ايه، هي ليها كذا شق. لا مش ما اقصدش خالص التاخر في الجواز. انا عارفه انا فاهمه، بس هي ليها كذا شق دي بالذات اللي هي كانت واخداها طول وعرض في مرحله المراهقه. عارف ليه يعني تحديدا، مش تحديدا بس يعني طبعا ليها كذا سبب، بس في سبب محدد انه هي عشان شافت كتير فمستنيه بقى تشوف الاعظم الافضل اللي مش عارفه ايه، فاهم؟ وده مش غلط يعني، هي ممكن تكون اتعلمت من غلطها، ما بقولش ان هي عملت كل حاجه غلط وبتكمل في غلط، لا ممكن تكون اتعلمت من غلطها في الاخر نصيب يعني. بس قصدي ان هي بتبقى خدت اكسبيرينس كتيره جدا وهي صغيره مخلياها لا تمام، وفي نفس الوقت برضو هي ممكن تاخد الاكسبيرينس دي وما تتعلمش منها وتلبس في غلط برضو اكبر منها. فهي ملهاش برضو، هي مش 1 زائد 1 بيساوي 2، فعلى حسب طبعا السياق. بس الفكره انه برضو هي الشخصيه دي بتيجي في البيزنس مثلا او في اي شغل، هي بتبقى مستنيه تتعامل زي ما كانت بتعمل في المراهقه، انه انا يكفي جمالي، عارف اللي هو داخله كده بلفت الانظار. نحب ان احنا ناخد حته كده، انا يعني عاوز اربط حته العلاقات في مرحله المراهقه بالبيزنس، وان انا مش عاوز ان انا ده ياثر عليا بعدين. طبعا النصيحه الاولى اللي ما تعملهاش يعني هي انت الحب والكره ده اتعلم، بس ما يعني انت كده ممكن تنجذب لحد، بس ما تدخلش نفسك في حته انت مش قدها دلوقتي. بس انت هتعمل ايه دلوقتي؟ رحت حبيت بنت، هتتقدم لها امتى؟ انت ابو 15 سنه، انت لسه حاجه شنبك من وين؟ ايوه. المشكله اصلا ان في ناس يعني مثلا دلوقتي الاولاد الصغيرين ما شاء الله بداوا يشتغلوا وهم صغيرين، ماشي لو هتعرف تعمل ده اعمل ده. بس انا عندي نظريه برضو هسير بيها الجدل وهتشتم عليها في الغالب، انه انا اصلا من انصار ان انت ما ترتبطش وانت صغير، مش دينيا ومش شرعا ومش بنحرم حاجه ربنا حللها، بس محتاج تاخد اكسبيرينس كتير جدا. المايند سيت ده اللي احنا بنتكلم فيه، انه انت محتاج تنضج بشكل والنضج مش لازم خالص يبقى ريليتد بالسن، بس انت محتاج فعلا تمر بحاجات كتير عشان تستقر في وقت معين وتبقى مستقر. يعني احنا بنتكلم في علاقات كتير وفي البيزنس، مستقره حتى في الشغل، سواء تشتغلي او ما تشتغليش، حتى لو بنت يعني مستقره حتى في الشغل، لان انت في الاول في الاخر في كده مقوله محدش بيحبها ابدا غيري، انه هابي سنجل هابي مارد. انت وانت لو مستقر وانت سنجل هتبقى مستقر وانت متجوز، ما استقرتش وانت سنجل في الغالب هيبقى في شويه حاجات كده. طبعا هو كده يعني التوفيق بتاع ربنا، بس ده بيصب في ده. فاهم الفكره؟ فحتى البيزنس نفسه ممكن ياثر على علاقتك اصلا. يعني انت لو مش مستقر في شغلك هتروح ترتبط ليه؟ ما انت اصلا حياتك عامله كده. ايوه، فهتعمل يعني، ما هو انت عارف لو ساعتها هتبقى في العلاقه بتحاول تستمد كل حاجه من العلاقه في الشغل، بتدخل كل حاجه في كل حاجه، فلا انت مش مستقر كفايه. في ناس بترتبط وهي مش مستقره كفايه، بس نفسيا هم مستقرين، يعني لسه مش مستقرين كفايه في الشغل مثلا او في الحياه الاجتماعيه. راضي، بيسعى، بيطور عارف نفسه، ان هو رايح في حته، عارف ان هو رايح في حته، او في نفس الوقت بياخد بالاسباب، او في نفس الوقت هو نفسيا. على العكس ممكن يكون واحد مستقر ماديا لكن هو نفسيا مش مبسوط. لا ملهاش علاقه خالص. يعني اي حد يمسك اي شاب يقول له انت معاك فلوس كتير روح اتجوز، ملهاش علاقه خالص. على فكره بقى اللي يعني في الغالب اللي بيقبلوا على الزواج بيبقوا اصلا مش الناس اللي معاهم فلوس كتير قوي، بالعكس اللي معاهم فلوس كتير قوي اصلا بيبقوا مش دايما، مش كلهم، بس انا بتكلم هو مكتفي اصلا، عامل انجاز معين في حياته، فهو مش مكتفي. بس ممكن اصلا ما يبقاش عنده الوقت، مش الوقت برضو، عنده القدر الكافي من المسؤوليه ان هو يعني يرتبط. هو انا بحب شغلي جدا وشاطر فيه، بس انا مش عاوز اربط نفسي باي التزامات تانية. دي من ضمن الحاجات اللي البيزنس ممكن يبوظها في العلاقات. طيب ده هيدخلنا بقى للمحور الثالث. انا شايف محور المراهقه ده هو مهم جدا، وحاسس ان يعني في وسط اللخبطه اللي احنا عاملينها دي هيطلع منه معلومات كويسه. ايوه. المحور الثالث بقى اللي هو العلاقات ده واحنا كبار. خلاص احنا طلعنا خدنا الشلوت بتاع الحياه اللي انت تخش بقى جامعتك، وسواء بقى ارتبطت شبه شويه المراهقه، بعد كده انت دخلت الحياه بقى، خدت جيشك او ما خدتش ايا كان، وعاوز بقى ان انت خلاص دخلت الحياه العمليه، وسواء انت كنت بقى تبقى رائد اعمال somehow يعني ورثت عن ابوك او ايا كان، او ان انت هتبقى موظف. دي بقى يعني دي بقى يعني عندنا يعني بتبان قوي ليه؟ انا بلاحظ جدا الموظف اللي عنده مشاكل اسريه في البيت، فرق سما من ارض. سواء مثلا واحد راح يتجوز او واحده راحت تتجوز، دول بقى اللي فظاع جايه تستقيل قبل جوازها ب6 شهور. ليه؟ اصلا مش هبقى فاضيه الفتره اللي جايه، وهوقف حياتي كلها، وهموت كاريري.
سواء الموظف ان هو عمال يجهز وعمال يتعصب على الموظفين زمايله وعمال ومبرر، هو جوه دماغه مبرر. سواء بقى رائد الاعمال اللي عنده مشاكل في البيت مع مراته كل يوم الصبح يوم الخاصم على الريق. عارف المدير هو بيتعرف اللي هو ايه، اول ما يدخل كده مراته بتبتدي عليه خانق مع مراته خانق مع جوزها عشان الناس ما تفصلش شويه. عارف اللي هو يعني فكره انه مثلا اول ما واحده بتتخطب اي بوست بتنزله يا اما هو منكد عليها يا اما هو مفرحها، ايا كان طب ما ينفعش يبقى بوست عادي، ما ينفعش يبقى له علاقه بيه خالص، لا هو فاهم. انا بنزل الستوريز بقالي كام يوم ما فيش، يعني الناس مش رحماني شويه. انت تقصد عليا؟ ايوه انت اللي مضايقك، طب نصلحه ازاي؟ طب مش عارف ايه يا حبيبي، انا مش محور الكون انت محور الكون بالظبط. تمام. عاوزين بقى بما انك بقى خبيره علاقات قلنا مستشاره اسريه خبيره علاقات، عاوزين بقى نتكلم بقى على دي اللقطه اصلا اللي احنا هناخد منها الريلز. ايوه اللي فات ده كله صارت جدل، ريلز صارت جدل بنفرشها بس. ايوه لكن ده اللي له علاقه قويه جدا. وطبعا كل اللي فات ده كان له علاقه قويه بالمايند سيت، انا مش يعني انا بهزر، لكن احنا بنتكلم دلوقتي كواحد موظف، كواحد صاحب شغل، صاحب بيزنس. الاثنين دول فعلا العلاقات بتاثر عليهم. خلاص احنا فهمنا ان هو طلع متشكل بطريقه ما من الاسره وتشوه في الطفوله او ما تشوهش وكان طالع سوي او كان اتعلمت عليه. الراجل ده دلوقتي بقى موظف ومدى تاثير علاقاته سواء زمايله في الشغل، سواء مراته في البيت، سواء اهله في البيت. هي فكره الفصل. ايوه الفصل ما بين الشغل. احنا عاوزين نطلع بفايده. يعني انا عاوز اللي بيسمع، لان على فكره دي حته موجوده عند ناس كتير جدا، حته ان هو يطلع يعني بفايده أيوة. من جزء ده من الحلقه، لان ده بجد مهم جدا. يعني انت مش متخيل هو الموضوع مؤثر قد ايه. بص هو الموضوع برضو هيطلع بفايده، بس خد بالك هو بيرتكز على مدى وعيك. لو انا عندي وعي، وخد بالك الوعي بيتكون، ممكن ميبقاش عندك وعي النهارده بس تبدا تشتغلي من بكره يعني. وهو مش كلام تنميه بشريه والله يعني. زي ما انت ما كانش عندك معلومه في شيء ما لا في ناس بتعتقد ان انا مولوده كده. لا مش مولوده كده. مش انا بتكلم، ما بتكلمش على نفسي، بتكلم عامه يعني. محدش بيبقى مولود بوعي. ممكن في حد مولود بوعي، بس الفكره انه حتى ما حدش عنده الوعي ده هو بيبنيه، يروح يدور عليه. فالفكره انه لو انا عندي وعي كفايه ان انا افصل ما بين الشغل وما بين الحياه الشخصيه هعرف اعمل ده. بس برضه هيبقى في حته، مش معنى ان انا متنكده النهارده مثلا من جوزي الصبح فمش عارفه خلاص فانا كده فصلت فنسيت. لا ممكن ما تنسيش، بس انت عارفه ان انت دلوقتي في وقت شغل، او انت عارف ان انت دلوقتي في وقت شغل. انت مثلا جيت في حته انه واحده هتتجوز فقالت توقف حياتها قبل الجواز ب6 شهور. هي اصلا في بنات كتير، خد بالك يعني احنا ماشيين في الكليشيه بتاع انا بشتغل عشان بحقق ذاتي. لا في ده بجد عبث ماشي، بس كل حد ليه سببه، وفي حد بيحقق ذاته فعلا، كل واحد حر. بس انا قصدي ان اللي بتوقف حياتها اوريدي هي اصلا مستنيه ان هي تتجوز عشان مش هتشتغل اصلا. يعني هي عايزه تبقى ست بيت، وطبعا ده هي حره جدا وحاجه ما تعملش اي حاجه. بس الفكره بقى ان هي لازم تبقى واضحه في ده مع نفسها من البدايه. انت ده بتكلم فيه بقى، ان انت مقرره ايه يعني انا بشتغل ليه اصلا. يعني انت ما تستنيش حد يجيلك عشان يحدد لك مصيرك في شغلك. ممكن الزوج او الزوجه يساعدوا بعض جدا جدا في شغل بعض عادي، في بيبقى فاميلي بيزنس بقى والحاجات دي. بس الفكره انت اصلا عايزه ايه؟ ما هو انت لو او انت عايز ايه؟ انت لو عامل ده من البدايه، من قبل ما تتجوز ومن قبل ما تدخل في اي علاقه، انت هتبقى عارف نفسك كويس. فبالتالي انا عارف انا عايز 1 2 3، فبالتالي انا عارف انا هدخل في علاقه امتى ومع مين والشخصيه عامله ازاي، فبالتالي انا عارف همشي في كاريري ازاي. حتى العلاقه دي كملت ما كملتش انا عارف همشي في كاريري ازاي. فبالتالي هي الحته دي بقى، انه احنا الوعي في الحته دي ان انت تبقى عارف انه ترتب مراحل حياتك، في اولويات، ترتب اللي انت عاوزه، وانك عارف ان هيبقى في مشاكل في كل الجوانب كده. بس ده شق وده شق. انا ما ينفعش ان انا لكل مقام مقال. انا ما ينفعش اخلط الجواز بالشغل. بالظبط. ما ينفعش انا عادي ده شغل انا بروح بوكر فيس. بالظبط. لا مش لازم ابقى بوكر فيس، ممكن تبقى فاهم حزين بس انا عندي مسؤوليات. وده اللي كنا بنتكلم عليه في البدايه. احنا بنلاقي يعني مديرين كتير جدا هو مراته من كده للصبح هيخصم، هيتلكك كل حاجه، ترى الشيء مش معمول حلو. الشيء مش معمول حلو. الموظف بدل ما اقول له حضرتك قال له انت. حاجات زي كده كتير. ما حد لما انا شفتها كان في شخص ما انا كنت في نفس المكان وطلع من الاوضه بتاعته، فالموظفه كانت قاعده على الكنبه، حتى مش حاطه رجلها، قاعده على الكنبه، فبيتكلمها فردت عليه قاعده على الكنبه، قومي فز وانت بتكلميني. فقصيت له كده انت مين انت اصلا. مهم يعني. بس الحته دي احنا يعني اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده ليه حته برضو علاقه بالطفوله. لما انا قلت لك ايه الحته بتاعه المسؤوليه تحديدا، انه انا مثلا حتى لو زعلانه في علاقتي فانا عندي شغل لازم اعمله. زي ما قلت لك في بدايه الكلام خالص، ما قلت لك انه احنا بنحمل الطفل مسؤوليه افعاله.
هي ده الحزم بقى، يعني انت في تربيه ايجابيه وحنين بس الطفل وقع كوبايه ميه، ليه انا اللي امسحها؟ لو هو قادر كفايه ان هو يمسحها، هات الفوطه من المطبخ، روح مش عارفه ايه كده، فاهم؟ فهو لما يتعلم ان هو يتحمل نتيجه افعاله هنا، ده هيحصل في العلاقات وهيصب في البيزنس. انه انا عندي مشكله في علاقتي بمراتي بجوزي بايا كان، فانا انا متضايقه، بس انا عندي مسؤوليه، يعني ما اقدرش دلوقتي اقول ان انا اربط ده بده. هخلص الشغل ادخل اعيط في الحمام عادي جدا، يعني عارف اللي هو كده، فاهم؟ وفي نفس الوقت برضو اللي هو انا المفروض اصلا، دي برضو حاجه مهمه، من بدايه الخطوبه نبقى متفقين على طريقه خناق وهنحل مشاكلنا ازاي. فانا لو امنه في الحته دي في علاقاتي، انا هبقى عارفه ان انا هشتغل متنكده شويه النهارده، بس انا عارفه ان في اخر اليوم مثلا ان شاء الله هنتصالح، ان شاء الله هنتصافى، ان شاء الله هنحل المشكله. لكن لو العلاقه نفسها بايظه، ما هو ده هيصب في ده لو انا مش عارفه افصل، فاهم الفكره؟ فدي حاجه برضو مهمه جدا. يعني في اصلا مثلا فكره الزوجه الشكاكه، مثلا ان انت معاك او الزوج الشكاك معاكي والبنات والاولاد في الشغل مش عارفه ايه، فهو طول الوقت مخليها متوتره، طول الوقت هي مش انتاجيتها شلحيتها، فاهم؟ فنفس الفكره برضو للزوج، ما هو لو هي مش عارفه فكره السبورت، انت غير بس الغيره وصل حد فين؟ فده كله برضو، ده كله وعي، ده كله مايند سيت برضو زي ما انت دايما بتقول. فده كله بيصب برضو، حتى لو انا مش ظاهره ده في الشغل، بس هو هيفرق. فكونك اصلا بتختار شريك حياه، انت برضو بتختاره عشان يعينك على حياه صعبه، فمش هنختار حد يصعبها علينا اكتر، يا اما نفضل لوحدنا. انا عاوز اعمل معاكي حلقه ازاي تختار شريك حياتك اصلا. يلا انا موافقه، انا ده اكتر حاجه احب اتكلم فيها اصلا. لا ان شاء الله تعمليها في السولز، يعني نتفق نعملها في السولز. اوكي باذن الله. طيب يعني احنا كده اتكلمنا على ان انت شخص برضو، يعني هو الموضوع فيه مجهود، يعني وانا بسمعك جدا وانا بسمعك دلوقتي كموظف او كصاحب اعمال، لا بس انا متربي غلط، لا بس انا اصحابي اثروا فيا، لا بس انا وانا في مراهقتي ارتبطت بولاد كتير، ارتبطت ببنات كتير، فالموضوع فيه مجهود. عارف كمان افتكرت كيس كده بجد، يعني كان شخص عارف اللي هو بيقول ايه بقى، هو انا هسافر في السن الفلاني، بس لو ارتبطت مش هسافر. وبعد ما ارتبط والعلاقه ما مشيتش، لام البنت اللي هو ارتبط بيها ان هي عطلت حياته ان هو ما سافرش. طب انا مالي؟ يعني انت بالبنت عملت ايه؟ انت غلطان، انت ربطت حياتك، انت اصلا مش مرتب اولوياتك، انت عندك مشاكل. انت ليه شايفني منقذ؟ انت ليه شايفني ان انا القشه اللي جايه تنتشلك من الضياع؟ فدي برضو حته. تعامل بقى مع الناس دي ازاي؟ يعني انا دلوقتي كنت بقول لك، يعني كنت عاوز اخدك الحته دي، تعامل بقى مع الناس دي ازاي؟ انا خلاص الحمد لله امين، كنت موظف سوي بس مديري مش سوي بسبب علاقاته، او العكس، كنت مدير سوي بس الموظف بتاعي مش سوي بسبب علاقاته. وسوي دي اقصد بيها كل البنفيتس اللي انا باخدها منك، سواء سوفت سكيلز سواء تكنيكال، يعني كان بقى انت عندك مشاكل كبيره جدا. فانا بقى اتعامل مع الناس دي ازاي؟ بص، هي دي كده للاسف، لو هو مدير هي بتبقى بيئه سامه بحته، وده مش كلمه كليشيه ان هي سامه، لا هي فعلا بيئه مش كويسه. عارف، حتى انا كنت دايما بقول مثلا ايه، ان انت ممكن في مكان تبقى فاكر نفسك عصبي جدا واخلاقك طين سوري يعني، ومش عارفه ايه، بعد كده تطلع من البيئه دي تروح بيئه ثانيه تلاقي نفسك هادي ورايق، فاللي هو تلاقي نفسك هادي ورايق وزي الفل وتمام، بس فاللي هو انا ايه، هو انا مين، فاهم؟ فانت مش عارف نفسك، هتبدا تشك في عقليتك، انه هو انا بتلون، هو انا عارف اسمها حربايه ولا حدايه ولا ايا كان اسمها ايه اللي هي بتتلون، لا انت ما بتتلونش، بس البيئه مؤثره عليك. وهنا برضو مش عقليه ضحيه، انت بتحاول تقاوم نفسك طول الوقت، مش معنى ان انا في بيئه سامه ان انا افضل متعصبه طول الوقت، بس غصب عني انا ممكن ابقى كده. انا عارف اللي هو الضغط النفسي او فكره بتوصلك بقى للبيرن اوت والحته دي، فالبيئه دي بتبقى سامه اصلا، فانت المفروض يبقى عندك بلان بي. يعني انا بجيب من الاخر بقى، اخرج منها. هتتعامل ازاي؟ اخرج منها، بس لازم يبقى عندك حاجه ثانيه. اصل في ناس تقول لك انا هسيب الشغل وانا عندي الموضوع مش هيتحول الموضوع ان زي في موظف من كام سنه تفتكر الحادثه دي انتحر بسبب مدير. بس يعني ربنا يعافينا، وخد بالك ما حدش اصلا عارف هو بيمر بايه، ما هو في امراض نفسيه كتير ما لهاش ملكه. في ناس بتحب تمارس الاستسهال والاضطهاد. بالظبط. وفي نفس الوقت ما هو الفكره بقى هو قبل ده على نفسه ليه؟ انا ما بتكلمش عن الموظف ده تحديدا، بس انت ليه تقبل على نفسك ده؟ اي انسان عموما. فالفكره انه للاسف هو عشان احنا برضو في الحياه الدنيا صعبه، اقتصاد وكل حاجه، فالفكره ان انت في الاول في الاخر مش هينفع تسيب الشغل غير لو انت عندك بديل، فانت هتدور على البديل. انت بس ما تستسلمش لان هو ده بس اللي معايا وده بس اللي عندي وانا مش لاقي بديل، ولا تسمح لحد ان هو حتى لو الموضوع هيوصل لمرحله ان انت تاخد كورسات وتطور نفسك، بس كل حاجه
كل حاجه. وبعدين وما تسمعش لحد اصلا ان هو يهينك ده، ولا حتى لو هتقعد في البيت عارف اللي هو طبعا انا عارفه ان الكلمه دي مش افضل حاجه تتقال، وزي ما قلت عشان تسيب حاجه معينه لازم تبقى عندك بديل ليها، او انت عارف ان النكست هتبقى ايه، او حتى لو اقل شويه. بس اصلا انت هي دي بقى الحته بتاعه الباوندريز، انه وبرده حته تقدير الذات، انه انا متعود ما اقبلش على ناس حاجه وحشه. مش معنى ده ان احنا هنرجع للحته بتاعه المراهق اللي اتعود ان هو ما يترفضش، لا انا عادي ممكن اتعرض لمواقف صعبه، بس في الاول في الاخر انا مش هقبل على نفسي الاهانه. وده برضو جاي من الطفوله، وجاي من العلاقات، وجاي من الصداقه، وجاي من الحته دي كلها. على نقيض بقى لو موظف، طبعا في بعض المجالات بيبقى ان انت تلاقي موظف شاطر او كده مش كتير، او ان انت تلاقي موظف اصلا مش بيبقى كتير. فهو عنده موظف او 2 أو 3 او ايا كان، هو عندهم مشاكل في علاقاتهم دي. انا مثلا مريت بيها يعني ده دخل حاجه. كان في عندي موظفين بيبقى عندهم مشاكل في علاقاتهم، وفي ناس هتدخل الكلام بس والله يعني كان تو ميني كيسز، كان تو ميني كيسز مش كيس واحده والله. فده انا المفروض اعمل معاه ايه؟ على فكره الموضوع بالنسبه لي انا عشان جربته الموضوع مجهد جدا جدا كمدير، ان انت مش عاوز يعني انت عاوز تستحمله، عاوز تقف معاه، عاوز تبقى جنبه، بس في نفس الوقت انت الانتاجيه بتاعتك في الارض. ايوه هقول لك بقى، في الحاله اللي زي دي في شركات اصلا، بس بتبقى مثلا شركات ناشونال او انترناشونال او الكلام ده كبير ده، بكل فتره بيجيبوا حد زي كده ريليشن شيب كوتش يدخل الشركه يظبط الدنيا. طب ما حلو قوي ده. بالظبط. فاللي هو مش بس ممكن يدي توك، يعني يدي حاجه زي سيشن عامه، ورشه صغيره بالظبط. وممكن لو حد عنده مشاكل، لا هو اصلا احنا برضو بنشتغل في شركات، يعني في ناس بتبقى متعينين فول تايم جوب. مش بس نفسي، يعني انا ما بعالجش، انا ككوتش انا مش بعالج. يعني الشخص اللي عنده تعب نفسي او بيروح مثلا لدكتور او ثيرابيست، لكن انا ما بعالجش، انا بساعد الشخص اللي يعني ممكن يبقى عنده تعب نفسي بس عنده مشاكل تانية مش محتاجه دكتور في حياته الاجتماعيه العاطفيه الاسريه على حسب بقى تخصصي، يعني كل كوتش ليه تخصص معين. فالفكره ان في الحالات اللي زي دي انا بحترم جدا الشركات اللي بتعمل ده، اللي هو فعلا المدير عايز يساعد. يعني لو عندك المقدره الماديه ان انت تقدر تقدم دعم نفسي عن طريق بالزبط. حد مختص اعمل كده. وفي نفس الوقت انا بشوف ان المدير نفسه لازم يبقى عنده من الذكاء العاطفي والرحمه واللين، اللي هو يقدر الحته دي ويلقطها عشان يقدر يساعده، حتى لو مش هجيب الكوتش في الشركه. لو وصل لمرحله يبعته ليه، فاهم الفكره؟ فاهم. لو وصل لمرحله ان خلاص انا مش انه ده عقليته متاثره جدا، حاولت اساعده بتدخل والتدخل ما نفعش، او انا ما عنديش القدره ان انا اساعده بتدخل، في الحاله دي المفروض ان انا اعمل ايه؟ اسيبه بقى خلاص انت شكرا انت ما تنفعش ولا ايه؟ لان الموضوع بيبقى فيه لوب ابن لذينه. في كلام كتير بقى على حسب العقد وعلى حسب الباوندريز بتاعت الشغل وعلى حسب انه انتوا متفقين اصلا على ايه، وعلى حسب هو فعلا بيعمل شغله ومنكد ولا ما بيعملش شغله اصلا. هو لو بيعمل شغله ما انتوا ما بينكم، حتى لو انت مدير رحيم في الاول وفي الاخر انت عايز شغل ولا العملاء عاوزين شغل، وده اللي لسه بنتكلم عليه، مسؤوليه. فهو لو هو مش مقدر حته المسؤوليه انت حاولت تساعده وهو ما خدش المساعده. في جمله بحبها قوي كنت سمعتها في مسلسل، كان واحد بيقول لحد يعني ساعد نفسك عشان ربنا يساعدك. هو ربنا بيساعد، ربنا معانا كلنا، بس انت فكره خد بالسبب. انت بقى لو قعدت عامل كده، عارف انا في شغلي بتضايق من الشخصيات المحدده اللي بتيجي فاكريني ساحر، يعني هاي بطل العرب، فاهم الفكره؟ يعني انت ما تحسش بتأنيب الضمير لو انت حبيت ان انت الشخص ده ان انت اديت له المساعده اللي انت تقدر تقدمها له، بس وصلت لمرحله ان هو خلاص ما تأنبش ضميرك انت بالظبط. انت عملت اللي عليك، هو انت هتعمل ايه؟ اصل انت عارف اللي هو انت كده دي انا احببت، ولان ده مش شغل هو لوحده، ده شغل ناس ثانيه كتير. بالظبط. وفي نفس الوقت فعلا الموضوع يعني عارف ان في كيسز ما بتبقاش كوتشابل، يعني انا برفضها فعلا. ليه؟ مش عارفه اعمل حاجه. ما هو انت ما بتتعاونش معايا، ما انا هعمل ايه؟ ما هو انا برضو مش ساحر. انت لازم تحل مشاكلك الاول عن سيرفيس او لا مش لازم سيرفيس. ما انا ممكن اساعدك، بس انت هتاخد مساعده ولا لا؟ يعني على حسب المشكله ايه. الثيرابيست ممكن ما يشتغلش شغلي لانه احنا بنكمل بعض، ممكن يكون بيتابع مع الثيرابيست بيتابع معايا. الشخص اللي هو مش عارف يتقبل الحل اللي انت هتديهوله او يسمعك، ما هو الثيرابيست برضه عايز يجتهد، فاهم الفكره؟ انا فاهم. هو عنده مشكله اصلا في ان هو يتقبل، فهو ده بقى المفروض هو يحلها مع نفسه. او هو مثلا انت جاي يبقى انت عايز مساعده، يبقى انت خد المساعده، اجتهد بقى معايا. انا ما بقولش كلامك خلاص، احنا في السيشن لينا تكنيك معين، في اكسرسايزز بنعملها، في تولز مش عارفه ايه، اعملها يعني اجتهد، جرب ما تجرب يا اخي، عارف انت غلطان حاجه عندك حاجه تخسرها. فاللي هو طب انت جيت حلل فلوسك، يعني حلل الوقت بتاعنا، حاول المجهود، يعني عارف اللي هو انت حاول، وفي الاول وفي الاخر بتاعت ربنا. هو السيشن دي مش سحر اسود ولا ابيض، يعني انت في الاول وفي الاخر
بتعمل اللي عليك والتوفيق بتاع ربنا. انا ما بقولش بقى ان انا كوتش جامده، لا، ما انا هو ربنا لو وفقني خلاص هتوفق، ومش انا، لازم الشخص اللي قدامي. يعني يعني دايما بنقول حاسس ان انت شويه من مدرسه ان انت لازم تبذل معاه مجهود. مش مدرسه، هو ده التكنيك، الشغل التكنيك بتاعنا هو بتاع الكوتشز كلهم. ايوه انت لازم تبذل معاه مجهود بالظبط. انا مش هدي لك السما لا تمطر فضه، انا مش هدي لك الحاجه بالمعلقه يعني. المفروض ان انت تساعدني وان انت تمشي معايا. عارف حته مثلا انه حته برضو ليها علاقه بالبيزنس، ان ممكن الكوتش مثلا تبقى اصلا مطلقه، ما تبقاش مرتبطه، ما تبقى مثلا ما ارتبطتش خالص قبل كده، شوف ايه، فاللي هو انت ازاي كوتش، انت مالك حياتي الشخصيه؟ هو عارف اللي هو انت مالكوش علاقه خالص، انت ازاي ما جربتيش، عارف لو ما جربتيش علاقه كذا كذا، ايه ده دكتور قلبه تعبان ثانيه بالظبط. فالفكره انه انا ما بحطش اكسبيرينس الشخصيه بتاعتي في الشغل، هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. انا اصلا ولا حاجه، يعني انا في السيشن انا زيرو ايجو، انا مش موجوده يعني. ده از بروفيشنال يعني. ايوه اتس اول اباوت يو، انت انا بساعدك انت وما بديش نصايح اصلا. يعني هو احنا لينا تكنيك معين انه انت انا بساعدك تحل مشكلتك بطريقتك، بالفاليوز بتاعتك، باسلوبك، باللي انت عايزه. احنا عندنا جول بنحدده ونمشي على اساسه. هتمشي معايا كان بيها، مش هتمشي معايا عارف اللي هو بما يرضي الله لا بما يرضي فكده اللي هو خلاص فاهم. فبس يعني هي دي الفكره. كنت من شويه بقول لك على ان ولاد المهنه الواحده هيبقوا كويسين، تقولي لا مش لازم زي ما العلاقات بتاثر في المايند سيت، المايند سيت برضه بتاثر في العلاقات، والبيزنس بيأثر في العلاقات. مظبوط. اكيد في حالات طلاق مرعبه بسبب الشغل، واكيد في حالات اطفال مشوهين نفسيا بسبب شغل باباهم ومامتهم. فعاوزين نعرف شويه كده تجربتك في حاجه زي كده مع كيسز يعني هو في مثلا ناس ممكن ترفض تماما ان هم يبقوا في بيزنس واحد مع بعض وهم متجوزين، اللي هو لا احنا في البيت بس، او يعني عامه في الحياه بس، لكن الشغل لا، لان الشغل ممكن يخلينا نتصطدم ببعض. مش كل الناس بتستحمل الصدام بتاع الشغل مع بعض وهم مرتبطين هم متجوزين، لكن في ناس تانية مش هم في نفس المكان، يعني قصدي ممكن يكون في نفس الفيلد. بس انا بديك امثله كتير يعني. في ناس تانية تقول لك لا احنا نبقى زي بعض حتى لو مش في نفس المكان، لان احنا بنساعد بعض ده، وده ممكن ينجح علاقات كتير جدا، وفي نفس الوقت ممكن يفشلها يعني فاهم الفكره، على حسب كل اتنين ماشيين ازاي في الموضوع ده. بس الفكره ان لو العلاقه دي قايمه على البيزنس فقط، علاقه مصلحه يعني، لا هنا في حاجه غلط. هنا بقى هتصب على الاطفال، انه دول مش اب وام ولا زوج وزوجه، دول اتنين يعني في بيزنس قرروا يتجوزوا خلاص عشان يبقوا بيشتغلوا في البيت وبيشتغلوا بره. فاهم الفكره؟ او ممكن يبقوا متجوزين كمظهر اجتماعي، انه احنا في نفس الحاجه دي مع بعض. فطبعا ده هدف بيحصل ممكن ينجح، بس هو مش افضل حاجه، لان انت في الاول وفي الاخر المفروض تبقى فاهم انت هدفك ايه من الجواز. فلو انت بتتجوز عشان خاطر بيزنس، لا في هنا حاجه غلط، ففي هنا حاجه غلط كبيره. تجربتي انا ازاي مع الكيسز اللي كانت بتجيلي، لا بتحصل انه مثلا زي ما قلت لك في مثال الدكاتره مثلا، لو هم مش متفاهمين كفايه او اوقاتهم مش مناسبه مع بعض، وهم شخصيتهم مش مستحمله خالص فكره انه احنا بنشوف بعض في شيفتات، او فعلا الضغط على الاثنين زي بعض بالظبط، فمين هيهون ومين هيعمل، فده بيعمل مشاكل كتير قوي. مين يا رب مين ده باب تاني. ده باب تاني. بس طبعا في وقت التربيه ساعات الام هي اللي بتقعد، يعني بتاخد اجازه بقى وضع او ايا كان، وتقعد فتره طويله وفي العكس، انه تمام والدنيا امان ومش عارفه ايه، وساعتها الاطفال بيطلعوا بنفس المايند سيت دي، المايند سيت بتاعت الشغل اكتر. وانا ما بقولش ان ده صح ولا ده غلط، انا بتكلم انه كل حد بيمشي. بحس ان الحياه كده بتبقى ناقصه عاطفه. ما هو على حسب، انت ممكن تبقى محتاج عاطفه، غيرك لا مش فارقه معايا. هي دي بقى الفكره، ان العلاقات مش كلها زي بعض. هي دي بقى الحته الجوهريه اصلا في الموضوع. عشان كده كنت بقول لك لا انا بقول ناقص عاطفه حتى في الاطفال، يعني حتى الاطفال عاطفه الطفل يطلع مش لازم يطلع مشوه، لانه على حسب برضه شخصيته. هو ممكن يطلع مش شرط يكون مشوه، هو ممكن يكون طفل عادي بس ما بيحبش وما بيكرهش، يعني هو بيحب وبيكره بس اللي هو مش بالكم اللي هو يعني مش عاطفي، يعني هو مش شخص عاطفي قوي اللي هو بيزعل قوي وبيكره وبيتضايق ولا بيبقى ما هيموت. ممكن يحصل العكس يعني زي ما هو شاف في بيته يعمل عكس ده عشان محروم، عشان هو اللي هو بقى عنده حرمان عاطفي، فقد الشيء يعطيه والكلام ده. مش لازم حرمان عاطفي ان هو ينط في اي علاقه وخلاص، بس قصدي ان هو ممكن يبقى في علاقاته حلوه جدا جدا جدا، لان هو عايز يعوض، عايز يعمل اللي هو اتعلم بقى. ده الوعي اللي احنا بنتكلم عنه، زي اللي بابا سوى وهو صغير، فانا مش عاوز اسيب طفل وهو صغير. بس الفكره انا بقول لك هو ده الوعي. يعني هو ممكن يعيش بعقليه الضحيه، ان انا افضل ما اشتغلش على نفسي خالص، وممكن لا انا عايز ما اعيش نفس اللي انا عايشته، لا انا عايز اعمل اسره حلوه.
فاهم الفكره. وده انا شفته في كيس كانت مؤثره جدا، انه فعلا شخص بس هو ما كانش يعني للاسف هو يعني باباه متوفى، هو عايز يعمل اسره بقى، وفعلا ما شاء الله نجح جدا 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 ويعمل اسره سويه وبتاع، بس هو اشتغل ان هو يبقى سوي على مش هو اصلا اوريدي كان سوي، بس قصدي ان هو يكون مناسب ان هو يدخل في علاقه مستقيم مع في العلاقه بتاعته بالظبط، وعرف يختار شريكه حياه مناسبه، وفي نفس الوقت ما شاء الله هم كانوا الفاليوز بتاعتهم برضو متفقه، ما اعرفش الكلام ده كله، فقدروا يعملوا اسره كويسه. وطبيعي بيحصل مشاكل زي اي بيت، وطبيعي ان احنا نعرف نلم المشاكل دي وهكذا. هم زي ما قلت الاثنين دايما بيصبوا في بعض، سواء البيزنس سواء العلاقات، الاثنين كده في قلب انا بحرق لك الحاجات لا عادي لا خلاص اوكي ايوه بس يعني انا هلخص بقى. اوكي يعني زي ما اتكلمنا في الحلقه النهارده ان المايند سيت جزء كبير جدا وركيزه كبيره جدا من تكوينها هو العلاقات، سواء علاقه الاب والام في البيت، سواء علاقه الشخص مع اصدقائه وهو صغير، سواء علاقته في المراهقه، سواء علاقته في الجامعه او في لما بيتخرج. العلاقات دي كلها بتاثر عليه، بس انت حاول دايما ان انت تبقى تفهم نفسك، حاول دايما ان انت تعرف ان انت بالظبط ان انت مش كامل، وان انت كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا عيوب، كلنا عندنا اخطاء. انت بتحاول في الطريق ان انت تفهم نفسك وما تنكرهاش، تقبلها وحاول تعالجها. صح انا ولا بقوله ده ولا مش بس علاج، هو تطوير برضو، يعني مش لازم تبقى عندك مشكله، مش علاج يعني مش لازم تبقى مريض، عشان الناس كلها دلوقتي فاكره ان كلنا عندنا مشاكل نفسيه، بس مش مرض نفسي. فهو تطوير، يعني بحب الكلمه دي اكتر. الانسان لازم فعلا تطور عامه، الانسان فعلا لازم يطور نفسه ومرن عشان تقدر تجتهد بقى. انا لازم اسيطر عليك شويه. ايوه عشان الكلمه دي مهمه جدا. على فكره اقول لك على حاجه، احنا خرجنا من الحلقه الاولى بالكلمه دي، بكلمه المرونه. والله لازم كان الحلقه الاولى فيها ان انت لازم ان انت تكون شخص مرن عموما، يعني ان المرونه دي بتفرق معاك جدا. فانت لازم تبقى فاهم ان انا عندي مشاكلي، وان انا هحاول ان انا اطور نفسي. كلنا مفيش حد كامل، كلنا عندنا اخطاء، بس ما تعيش دور الضحيه. يعني اللي انت دايما عماله تروحي وتيجي جواه، ما تعيش دور الضحيه، ما تعيش دور الضحيه. كل الناس عندها مشاكل، انت ممكن تكون مشاكلك انت معظمها جوه دماغك وهي اقل من مشاكل ناس تانية. اضغط على النقط الايجابيه اللي عندك، وحاول ان انت تطور نفسك في النقط اللي ناقصاك. وياما ناس كان عندهم يعني ما عندهمش اب ولا ام هم صغيرين، ياما ناس كانت العلاقات بتاعت اهلهم بايظه، ياما ناس صحابهم هم صغيرين كانوا وحشين، ياما ناس مراهقين في مرحله المراهقه كانت الدنيا مش احلى حاجه وما توفقوش في اول جواز، لكن هم برغم كده حاولوا مره واثنين وثلاثه وجربوا وصلحوا من نفسهم، وحاولوا ان هم يعترفوا بمشاكلهم وحاولوا ان هم يصلحوها، ودوت في الاخر اثر على عقليتهم كسواء اصحاب رواد اعمال او سواء موظفين. كمان اعرف ان الناس اللي انت شغال معاهم، سواء انت موظف او رائد اعمال، ان الناس دي انتوا بتعملوا تبادل خدمه مقابل فلوس معينه. فلازم يكون في جزء انساني جدا، لازم يكون في جزء انت بتراعي فيه ربنا، بتراعي فيه ضميرك، وان انت لازم تدي الحاجه ديت زي ما انت اذا ارتضيت بالاجر فاتقن العمل. فانت لازم تبقى فاهم ان مشاكلك دي في البيت لازم تطور نفسك جدا وتفصل مشاكلك عن شغلك، لان دي مشكله كبيره جدا. الموظفه الصبح جايه عينيها حمراء ووشها وارم ومش عاوزه تكلم حد، ولا مدير بيحاول يطلع انفعالاته اللي في البيت يطلعها على الموظفين، لا ده له ذنب ولا دول لهم ذنب، انتوا الاثنين علاقتكم علاقه تبادليه. فالمفروض ان احنا نحترم الشيء دوت، البيت في البيت والشغل في الشغل. والحلقه دي انا من الحلقات اللي انا مبسوط فيها جدا، برغم ان انا يعني تفرعنا وكلامنا في مواضيع كتير، بس هي حلقه لذيذه. شكرا جدا. انا بنبسط لما بقعد معاكي كل مره بتعلميني، يعني انا بتعلم منك والله بجد. انت من الناس كبيره مقاما، رغم ان انت صغيره سنا، بس انت بحس ان انت كبيره مقاما، لان العلم هو اللي بيكبر صعب. الله يكرمك. فانا انبسطت جدا ان انا كنت معاكي النهارده. انا كمان مبسوطه جدا والله. ربنا يخليكي. ولو حابه تقولي برضو حاجه كونكلوجن اخير برضو تمام، لو حابه تقولي شكرا بقى سلام بقى كفايه. هعلق بس على اخر جمله بس اللي هي بتاعت انه الشغل في شغل، الشغل في الشغل والبيت في بيت. هو صح، بس زي ما قلنا من شويه انه برضو انت اتكلمت عن حته الرحمه دي،
فاحنا برضو هنقدر لكن مش هنأفور. يعني عارف لو مش هنأفور، مش معنى مثلا ان المدير رحيم بيا مثلا انه انا خلاص بقى هو عارف انا هقعد استغله. ايوه هي دي نفس الفكره. والعكس يعني برضو المدير ما يستغلش، مش عشان انا عارف ان الموظفه ديت بتخاف مني فضل عارف عليها. اللي بيحمل الشخص اللي بيشيل اكتر يحمله اكتر، ما يوزعش البتاع ده، برضو جاي من التربيه ومن العلاقات والكلام ده. فنفس الفكره يعني، بس عايزه اعلق عليها. هو الشغل في الشغل والبيت في البيت، بس يبقى في رحمه برضو احيانا بتوازن، لان ما فيش انسان كامل هيبقى روبوت يعني. احنا بشر في الاخر بس لكن غير كده شكرا جدا. انا مبسوطه كنت معاكم وبس. انت نورتينا النهارده يا سلمى، وان شاء الله حاسس ان في حلقات جايه تانية برضو نسال الله التسهيل. فرملي بس هيبقى في موضوع واحد. فرملي ارجو. شكرا جدا ليك، سلام.